سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي في مادة العلوم، معكم مستر رأفت الحلواني. هديكم طبعا يا أولاد المراجعات النهائية، وهبدأ النهاردة في أول حلقة من حلقات المراجعة النهائية لطلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. وطبعا عايز أقول لكم حاجة يا بنات، عايز أقول لكم حاجة يا أولاد. أنتوا حقيقة أولاد أبطال، اللي أنتوا قدرتوا تذاكروا وتتحملوا وتيجي على نفسكم الشهرين ونص او 3 شهور اللي فاتوا. بس برافو عليكم، برافو عليكم، برافو عليكم. طبعا انا عارف ان انا بتكلم مع بنات وولاد شطار، وطبعا كلنا عارفين ان منهج العلوم في الترم الاول طبعا عباره عن 4 وحدات، وانتوا عارفين الكلام ده كويس أوي. طبعا الوحده الاولى كانت عباره عن 4 دروس: تركيب الماده، الجدول الدوري لتصنيف العناصر، المادة وخصائصها، الروابط الكيميائية. دي بالنسبة للوحدة الأولى. أما بالنسبة للوحدة الثانية طبعا ديت اللي هي مجالات القوة. أخدنا القوة الكهربية والقوة المغناطيسية، طبعا أخدنا القوة الجاذبية، وطبعا الكلام ده كلكم عارفينه. أما بالنسبة للوحدة الثالثة اتكلمنا، أو أنتوا عارفين، الوحدة الثالثة بتتكلم عن الكائنات الحية، تركيبها وعملياتها. طبعا أخدنا فيها 3 دروس، اللي هي الخلايا والحياة، والصفات العامة للكائنات الحية، وطبعا الميكروبات. دي بالنسبة للوحدة الثالثة. أما بالنسبة للوحدة الأخيرة اللي هي الوحدة الرابعة، اتكلمنا عن نظام الأرض والشمس والقمر. أخدنا درسين، اللي هو الأرض والنظام الشمسي. طبعا الدرس الثاني أخدنا خسوف القمر. طبعا دوت محتويات الكتاب بتاع الوحدة الأولى والوحدة الثانية والوحدة الثالثة والوحدة الرابعة للترم الأول لطلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي في العلوم. طبعا يا أولاد، أنا هبدأ معاكم أول مراجعة. طبعا أنتوا عارفين إن في أسئلة كتيرة قوي، وفي كتب خارجية ياما. وطبعا كلكم عارفين أسماء الكتب الخارجية، اللي منهم الامتحان ومنهم الأضواء وغيره وغيره وغيره. طبعا انا تعمدت ان انا ابدا معاكم المراجعه علشان عارفين ان التوجيهات مركزين قوي 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 على الكتاب المدرسي وكراسة الاداءات الصيفيه والتقييمات والكلام من ده يا ولاد. عشان كده هبدا معاكم اول حصه في المراجعه، اللي هي بتتكلم عن مراجعه عامه، يعني بمعنى اصح. هنتكلم يا ولاد، او هناخد النموذج الاول. النموذج الأول خليكم معايا وركزوا شوية. طبعا السؤال الأول بيقول: اختر الإجابة الصحيحة. معايا يا أولاد؟ اختر الإجابة الصحيحة. العنصر NA 1123 يقع في نقط في الجدول الدوري الحديث. طبعا عشان تحطوا الإجابة، أو عشان نعرف الإجابة بتاعت السؤال دوت. طبعا أنا عارف إن أنتوا شطار وعارفين شكل الجدول الدوري الحديث، وعارفين يا أولاد إن شكل الجدول الدوري الحديث عبارة عن، يمكن أنا رسمت لكم أو جبت لكم رسمة كده كاريكاتيري بالنسبة للجدول الدوري الحديث. الجدول الدوري الحديث عبارة عن 4 فئات. الفئة اللي ناحية إيدي الشمال اسمها الفئة S، واللي من ناحية ايدي اليمين اسمها الفئة B، والفئة اللي في النص يا ولاد اسمها الفئة G. اما الفئة اللي تحت خالص اللي هي بعيدة، اللي هي منفصلة عن الجدول، اسمها الفئة F. يبقى عبارة عن 4 فئات بنكتبهم سمول يا بنات. معايا يا ولاد؟ معايا دكتور؟ معايا دكتورة؟ ركزوا معايا شوية. يبقى 4 فئات بالنسبة للجدول الدوري الحديث. طبعا يا أولاد عارفين ان الفئة اس ده عبارة عن مجموعتين اللي ناحية ايد الشمال، اللي هي 1A اهي، 1A و 2A. اما بالنسبة للفئة بي اللي ناحية ايد اليمين، اللي في يمين الجدول ديت يا ولاد، يمين الجدول، عبارة عن 6 مجموعات.
بتبدأ ب 3A، امشوا معايا 4A 5A 6A 7A الصفرية. أما بالنسبة للفئة اللي هي في النص، اللي هي بتفصل ما بين اليسار وبتفصل ما بين اليمين، طبعا دي اسمها الفئة دي. وطبعا الفئة دي معظم العناصر اللي فيها تسمى بالعناصر الانتقالية. وطبعا عددهم كم مجموعة؟ طبعا عبارة عن 10 مجموعات رأسية. طبعا كلنا عارفين المجموعة بتبقى نازلة أو طالعة بنقول عليها رأسية، دي المجموعة. أما بالنسبة للدورة، الدورة بتبقى أفقية، دي اسمها دورة، الدورة أفقية. بينما المجموعة بتبقى رأسية، الدورة إما من اليسار لليمين أو العكس، يعني كده بقول عليه من اليسار لليمين، طب كده بقول من اليمين لليسار. طب بالنسبة للمجموعة، لو عملت كده يبقى من أعلى المجموعة إلى أسفل المجموعة. نفس الحكاية هنا، من أسفل المجموعة إلى أعلى المجموعة. خلاص كده. إذا هنا يا أولاد عرفنا الفئة S عبارة عن 1A و 2A، الفئة B عبارة عن 3A لحد أقصى اليمين اللي هي المجموعة دي بيقول عليها المجموعة الصفرية، اسمها المجموعة الإيه؟ الصفرية. طيب، أما بالنسبة للفئة F اللي هي الفئة الرابعة، دي عبارة عن طبعا دي مش موجودة، مش متصل بالجدول الدوري الحديث، منفصل عنه. عبارة عن سلسلتين أفقيتين، واحدة منهم اسمها اللانثانيدات، والتانية اسمها الاكتينيدات. ديت يا أولاد في أسفل الجدول. وطبعا الفئة إيه؟ طبعا العناصر الانسينيدات والاكتينيدات تبع الفئة اف. طيب مستر، طب بالنسبة للجدول الدوري الحديث، هو العناصر اللي موجودة جوه دي لازم أحفظها؟ قلت لك لا يا بنتي، لا يا ابني، بس انتوا في حاجات لازم تعرفوها بالنسبه للجدول الدوري الحديث. زي لو انت عندكم عنصر وليكن قلنا اكس، طبعا كلنا عارفين هنا في عدد ذري وهنا في عدد اسمه العدد الكتلي. يعني مثلا لما اجي اقول لك ان ايه وقلت لك هنا 11 اللي هو عدد ذري، وهنا 23 اللي هو العدد الكتلي، اللي هو الصوديوم النيتريوم اللي هو الرمز بتاعه باللغه اللاتينيه. طيب طبعا يا مستر علشان احدد موقعه، علشان اعرف احدد موقعه، يعني قصدك تقول احدد موضعه، يعني قصدك تقول يا مستر احدد مكانه في الجدول الدوري الحديث الثلاثة واحد. لازم اعرف حاجتين، لازم اعرف رقم المجموعة ايه ورقم الدورة ايه. طب يا مستر عايز اعرف ازاي اعرف اعمله؟ طبعا انا عارف اللي كلكم عارفين. عيني يا اولاد على العدد الذري، شايفين عيني اهي على العدد الذري اللي بيتكتب تحت ماشي، اللي هو اسفل يسار رمز العنصر، يعني ناحيه ايدي الشمال من تحت، وده اسمه العدد الذري. طبعا يا اولاد بعمل حاجه اسمها توزيع الكتروني، بوزعه اهي. الصوديوم اهي يا اولاد، طبعا هنا هقول لكم ليه حطيت زائد، دي النواه. اول مستوى اللي هو كي، وطبعا في بيشبع باتنين. تاني مستوى انا بوزع 11، خلي بالكم انا بوزع ال 11. اول مستوى 2. تاني مستوى اللي هو ال، طبعا مستر 11 يعني رقم كبير شويه 11، بحط هنا 8، اخد نفس شويه واجمعهم كده 10. هتفضل يا اولاد من ال 11 واحد، هضطر ابني مستوى تاني اللي هو اسمه واحط هنا واحد. يبقى هنا يا اولاد مستر، طب انا ازاي اعرف رقم المجموعه ورقم الدوره؟ قال لك اول حاجه شوفي اخر عدد الكترونات موجوده في مستوى الطاقه الاخير. لقيته واحد يبقى المجموعه رقمها اهو 1 لقيت اتنين مثلا، لقيت 2 لقيت 7 7 لقيت 8، ما نقولش 8 لا، نقول عليها الصفريه اللي هم هنا يا اولاد، المجموعه الصفريه اللي هي في اقصى اليمين.
اللي هي عباره عن هيليوم، عباره عن نيون، عباره عن ارجون، عباره عن كريبتون، عباره عن زينون، عباره عن رادون. كل دي يا اولاد عناصر خامله. عناصر خامله بقول عليها غازات او عناصر خامله. في بعض الكتب بيقول عليها او بيقول عليها غازات نادره، غازات نادره. وفي بعض الكتب بيقول عليها ايه؟ غازات او عناصر نبيله. خلي بالكم من الالفاظ ديت وكلها مسمى واحد. دي هي دي هي دي. كل دي غازات خامله بتقع فين؟ في اقصى يمين الجدول. اقصى يمين الجدول يعني اخر حاجه من على اليمين. وهنا 1A دي بتقع في اقصى يسار الجدول. اقصى اليسار يعني اول حاجه ببدا فيها من ناحيه ايدي الشمال. وطبعا ديت عباره عن كم مجموعه يا مستر؟ عباره عن مجموعتين. وطبعا ديت عباره عن 6 مجموعات اهي: 3 4 5 6 7 0 0. طب يا مستر اللي هنا طبعا دولت 10 مجموعات. يعني قصدك طول الجدول الدوري عباره عن كم مجموعه؟ الجدول يا ولاد الدوري الحديث عباره عن 18 مجموعه رأسيه. 18 مجموعه ايه يا ولاد؟ رأسيه. طب يا مستر كم دوره افقيه؟ قال لك 7 دورات افقيه. وطبعا كلنا عارفين اساميهم: كي وال وام وان واو والبي وكيو. دي مستويات الطاقة الأساسية. دي حاجة. طيب بالنسبة نرجع تاني للسؤال بتاعنا. هنا بقول لك هنا ال 11 قلت 2 8 1 قلت المجموعة 1 ايه. طب يا مستر عايز اجيب رقم الدورة. مستر رأفت الحلواني بيقول لك عشان تجيبي عدد رقم الدورة شوفي هنا كام لفة. انا عملت مستر هنا كام لفة؟ 3 لفات. قصدك تقول يا مستر كلمة لفات ما تكتبهاش في الامتحان. كلمة لفات يعني الدورات. عدد لفات يعني عدد الدورات. طب هنا كام لفة؟ 3 لفات. يبقى الدورة الثالثة. الدورة الايه؟ الثالثة. يعني قصدك تقول يا مستر انا في الجدول دوت اقدر احط العنصر اللي هو ان ايه؟ انت قلت المجموعة ايه؟ قلنا المجموعة هنا اهي 1 ايه اهو 1 ايه اهو يا ولاد 1 ايه 1 ايه. يبقى اكيد هنا في صوديوم. قال لك طب احطها في انه في الدوره الاولانيه دي يا ولاد. الدوره دي اللي هي كي احطها في الدوره الثانيه دي اللي هي الافقيه اللي هي ال، ولا احطها في الدوره الثالثه اللي هي ام؟ اهي ام اهي. ام اهي اهي يا ولاد ام اهي. ايوه اكيد هنا. والمجموعه هنا 1 ايه. يبقى اكيد يا مستر العنصر ان ايه موجود في الحته دي. فهمتم؟ فهمتم؟ طيب في حاجه عايز اقول لكم عليها كمان يا ولاد. المجموعه 1 ايه كلها احاديه التكافؤ. ركزوا بقى بالمره عشان يعني نشرح لكم اكبر جزء بالنسبه للجدول الدوري او في العناصر اللي موجوده في الجدول الدوري الحديث كمان. دي المجموعه دي كلها احاديه التكافؤ. طب تو ايه؟ ثنائيه التكافؤ. هنا ما تقولش 3، لا هنا 3 ايه؟ ثلاثيه التكافؤ. 4 دي ممكن عليها اولاد اشباه، ممكن معظمها تحتوي على عناصر ايه؟ اشباه بالذات. هنا اولاد 5 ايه؟ ما نقولش خماسيه التكافؤ، لا لا. بنجيب الخمسه، في رقم اسمه 8 يا اولاد، اطرحه من الخمسه هتفضل كام؟ 3. اذا 5 ايه؟ تكافؤها ثلاثي. طب 6 ايه؟ هنجيب ال8 نطرحهم من ال6 هيتفضل 2، يبقى دي ثنائي. المجموعة ال7 ايه دي؟ هنطرحها بردك من ال8. 8 ناقص 7 هيتفضل 1، يبقى دي أحادية الايه؟ التكافؤ. طب يا مستر المجموعة الصفرية تكافؤها ايه؟ مستر رافت قال لك هات ال8 اطرحيها من ال8 هيطلع ساوي 0. قصدك تقول يا مستر المجموعة الصفرية دي ليس لها تكافؤ. إذا هنا دي يا أولاد أهي ليس لها تكافؤ. يعني إيه مستر ليس لها تكافؤ؟ يعني تكافؤها بيساوي 0. تكافؤها بيساوي إيه؟ 0.
تعالوا هنا للسؤال هنا يا ولاد. بيقول لي هنا العنصر ان ايه 11 23 يقع في نقط ونقط. الله، لسه قايلها لكم حالا. طب انا مستر هنا ان ايه 11 اهو 2 8 1 كام لفه؟ 3 لفات. يبقى اكيد الدوره الايه الثالثه. هنا في ثالثه؟ لا، بقول الاولى. هنا في دوره ثالثه؟ لا. هنا في دوره ثالثه؟ لا. يبقى اوريدي هي دي، عشان في دوره ثالثه. ما اسكتش على كلمه دوره ثالثه، لا، اكمل السؤال، اكمل بقيه الاجابه. الدوره الثالثه صح. هي دي يا مستر. اذا وانا واثق، وانا واثق من نفسي اعرف احلها. السؤال الثاني برضك بقول لك اختر الاجابه المعطاه من بين الاجابات، او اختر الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المعطاه. بيقول لك يعتبر نقط ماده نقيه لا يمكن تحليلها. اول ما يقول لك او يقول لك ماده نقيه يا ابني او يا بنتي، يبقى اكيد يا مستر ده اكيد ده عنصر. واللي اكد لك الكلام اللي بيقول لك لا يمكن تحليلها. وطبعا واثناء المراجعات هفهمكم بقى الفرق ما بين المخلوط وايه انواع المخاليط. المخاليط المتجانسه يعني ايه، ويعني ايه المخاليط الغير متجانسه، وازاي افصل مكوناتهم عن بعضيهم بطرق فيزيائيه سهله، ويعني ايه محلول، ويعني ايه مركب. كل ده امره سهل. بالنسبه للعلل بيقول لي ليه الرابطه في جزيء الاكسجين رابطه تساهميه ثنائيه؟ طبعا ده جزيء اسمه جزيء الاكسجين O2. بيقول لي ليه تساهميه وليه ثنائيه؟ كلنا عارفين الروابط التساهميه بتنشا ما بين عنصرين متشابهين. يعني ايه يا مستر عنصرين متشابهين؟ يعني ممكن يكون عنصرين متشابهين، بس يا مستر لازم يكون العنصرين ده لافلزيين. ممكن يكون العنصر ده بيتكون من ذره، ماشي، يتحد مع عنصر تاني بيتكون من نفس الذره، ماشي، ده بيديني جزيء عنصر. اما يا اولاد لو في عندك مركب بيتكون من ذرتين، واحده لافلزيه والثانيه لافلزيه، وطبعا العناصر اللافلزيه طبعا يا اولاد لما بتيجي تتحد او بترتبط، لو ارتبطوا لقيت في عنصر لافلزي معاه، اذا نوع الرابطه اوتوماتيك بتبقى رابطه تساهميه. الرابطه التساهميه، ركزوا معايا، الرابطه التساهميه اما ان تكون، خلي بالكم بقى، الروابط الكيميائيه. الروابط الكيميائيه يا اولاد اللي هو موضوع الدرس الثاني في الوحده الاولى. طبعا يا مستر انواعها في رابطه ايونيه ورابطه تساهميه. رابطه ايونيه ورابطه ايه يا اولاد؟ تساهميه. الرابطه الايونيه بتنشا ما بين حاجتين، عنصر فلزي بيفقد يا مستر الكترونه الاخير، بيتحول ليه يا مستر؟ بيتحول لحاجه اسمها كاتايون موجب، او بقول عليه ايون موجب. ايون ايه؟ موجب. ده امتى؟ لما بيفقد. ده الايونيه. طب يا مستر بترتبط مع مين؟ مع واحد لافلز. بيعمل ايه اللافلز؟ بيكتسب بيكتسب يا مستر، بيكتسب الالكترون، او ممكن يكتسب الكترونين، او يمكن يكتسب اكتر من الكترون، ممكن يكتسب 3 الكترونات. يا اولاد الفلز ممكن يكون احادي، ثنائي، ثلاثي. الاغلبيه معظمهم احادي لو فقد الكترون، احادي التكافؤ. ثنائي لو فقد الكترونين من المستوى الخارجي الاخير يعني. ثلاثي لو فقد 3 الكترونات من المستوى الاخير، المستوى الخارجي بتاعه اخر واحد. طيب الفلز دايما بيفقد، بيعطي، بيوهب، بيمنع. يعني يمنع، يوهب، يعطي، يفقد. احنا بنقول على يفقد. كريم، راجل كريم حلو بيدي، ده بياخد اللافلز. وبيتحول يا اولاد لما بيكتسب بيتحول لحاجه اسمها كاتايون. اه اسف ما اعرفش ازاي كاتايون ايه. انايون سالب. انايون ايه يا اولاد؟ انايون سالب، اللي احنا بنقول عليه ايه؟ ايون سالب. خلاص، دي بالنسبه للايه، وفي كذا مثال وهنبقى نتعرض له فيما بعد. بالنسبه للرابطه التساهميه بتنشا ما بين ذره فلزيه مع ذره ذره لا فلزيه
مع ذرة لا فلزية. الذرة اللافلزية مع ذرة لا فلزية يا ولاد، طبعا كلنا عارفين ان ديت بتكتسب ودي بتكتسب، بس هنا يا ولاد مفيش اكتساب. ليه يا مستر؟ هتكتسب من مين يعني؟ دي علشان تكتسب عايزه واحد تاخد منه، عايزه ذره تاخد منها، ودي علشان تكتسب عايزه ذره تاخد منها برضك، ما بقول لك زيها. امال يا مستر بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجه اسمها مشاركه او مساهمه. عشان كده بقول لك هي رابطه تساهميه جايه من كلمه مساهمه. يعني قصدك تقول لما يكون في ذره لا فلزيه تتحد مع ذره لا فلزيه، طب ايه اللي يحدث؟ هنشأ بينهم نوع من انواع الروابط ايه يا مستر؟ الروابط دي بتقول عليها روابط ايه؟ تساهميه. الرابطه التساهميه بتنشأ بين ذرتين لعنصر واحد، ذرتين لا فلزيتين لعنصر واحد. يعني ايه يا مستر؟ يعني ايه ذرتين لا فلزيتين لعنصر واحد؟ لعنصر واحد يعني ايه يا مستر؟ فهمني الحته دي. يعني لو قلت لك هنا في كلور 17، ده ذره، وذره تانيه زيها سي ال 17، الله ايه اللي هيحدث يا مستر؟ ما ده عنصر كلور وده كلور. طب ايه اللي هيحدث؟ هتيجي ذره الكلور ديت لما تيجي تتحد مع ذره الكلور تانيه، ذره الكلور التانيه، شوفوا اللي هيحدث ايه. هنا يا ولاد هو مش ال 17 ديت لما بنيجي نوزعها مش قلنا 2 8 7؟ قلت لي يعني الكي فيه 2 والال فيه 8 والام فيه 7؟ قلت لك قلت لي طب يا مستر بدل ما ارسم بقى الدوائر وكده، طب ما يا مستر ما نعمل الايه؟ كفايه ان احنا نرسم السبع الاخرى. ماشي، اي واحده اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه، سبع الكترونات الخارجيه اهو. طب ودي زيها سبعه، واحده اتنين تلاته يا اولاد خمسه سبعه. تعالي هنا، السبعه دي يا اولاد اخر حاجه من السبعه يا مستر؟ السبعه دي مش اكبر من الاربعه؟ ايوه يا مستر. يبقى دي ايه؟ لافلزيه. طيب يبقى دي زيها لافلزيه. طب انا لافلزيه ولافلزيه يا اولاد، يبقى دي ايه؟ لافلزيه. ودي ايه؟ لافلزيه يعني لافلز. طب ايه اللي يحدث؟ بصوا الحركه بتاعت ايدي دي، هشيل الاثنين من هنا اطلعهم بره هنا، وهشيل منهم حرف الزائد دوت هشيله. بصوا اهو يا ولاد السبعه اهو ما بنت، والسبعه التانيين اهو يا ولاد واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه. دي عشان تشبع عايزه ده، عايزه تاخد ده عشان تبقوا 8، عشان تبقى بدل ما كانوا 17 تبقى 18. طب ودي السبعه اهي بتاعتها اهي السبعه عايزه تشبع هتاخد الالكترون ده. عشان كده يا ولاد بصوا دي قالت لها ممكن تديني الالكترون بتاعك عشان ابقى 18 ابقى شبه الارجون الغاز الخامل. قالت لها الله، طب ما انا كمان، طب انت ممكن تديني الالكترون بتاعك عشان انا كمان عايز ابقى ارجون زيك. قالت لها طب خلاص هنعمل مشاركه. دي بصوا بقى الخط الافقي الواحد ده قول عليه رابطه تساهميه احاديه. وطبعا بقيه اهو الواحد هتبدل 6 اهو 2 4 6، وده برضه نفس الحكايه 2 4 ادي 6. ده الشكل بتاع جزيء سي ال 2. ودي يمكن جميله قوي، وطبعا حسب طبعا ايه تركيب لويس. ده بالنسبه اولاد للذره الايه اللي بنقول عليها الرابطه التساهميه. وفي طبعا رابطه تساهميه بتنشا ما بين ذرتين عنصرين مختلفين، او بقول عليه ذرتين لا فلزيتين لعنصرين ايه مختلفين. زي يا اولاد في مركب اسمه HCl اللي هو كلوريد الهيدروجين او حمض الهيدروكلوريك، نقول عليه كلوريد الهيدروجين، جزيء كلوريد الهيدروجين. بصوا هنا الهيدروجين مش اخر حاجه فيه الكترون، ارتبط مع مين؟ مع واحده اسمها كلور. الكلور مش فيها كام يا ولاد؟ فيها 7 اهم يا ولاد، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه. طبعا الهيدروجين اخر مستوى فيه واحد. ما تجيش بنت تقول لي يا مستر ده الواحد ده اصغر من الاربعه يبقى فلز، قلت لك لا ما عدا الهيدروجين
الهيدروجين دوت يا اولاد لكل قاعده شواذ، نعتبره طبعا، مش نعتبره هو غاز طبعا، وغاز نشط، والغاز النشط لافلز، ده اسمه هيدروجين. اما الكلور طبعا لافلز. بص الحركه بتاعت ايدي دي هشيله من هنا احطه بره من غير حرف الزائد او يا مستر. اتش اهي بالالكترون بتاعها، والسي ال اهم يا مستر بالسبعه اهم، 1 2 3 4 5 6 7. شوف بقى دي اتكلمت مع دي ودي قالت لها ايه. جه الكلور قال للهيدروجين ممكن تديني الالكترون بتاعك ده عشان ابقى هيليوم. هيليوم مع 17 الكلور عايز الكترون عشان يشبع، يبقى ارجون شبه الغاز الخامل. دي قالت لها الله، مش معنى انت، ما الاتنين بخله، دي عايزه تاخد من دي ودي عايزه تاخد من دي. دي قالت لها الله انت ايه اللي عملتيه؟ قالت لها انا اخدت الالكترون بتاعك عشان ابقى ارجون، ابقى شبه الارجون، عايزه ابقى غاز خامل. قالت لها طب ما انا عايزه ما انا عايز كمان الالكترون بتاعك دوت علشان ابقى هيليوم، عشان ابقى ايه؟ هيليوم. طبعا الهيليوم عاوز ذره اتنين، وهنا الهيدروجين بقى شبه الهيليوم، شبهه بالظبط. قال لك بس خلاص، يبقى كده عملوا يا اولاد، عملوا رابطه تساهميه. ماشي يا اولاد، كل واحده فيهم شاركت بكام؟ بالكترون. اما يا اولاد لو في يا اولاد ذره ساهمت مع الذره الثانيه بزوج من الالكترونات، يعملوا رابطه تساهميه ثنائيه، ودي اجابه السؤال. يعني مثلا في شكل تاني غير ده، بص يا اولاد ممكن اعمل لك الاتش كده خط كده، والسي ال اهو ده، هتفضل 6 اهم 1 2 3 4 5 6. دي حاجه. تعالى يا مستر بالنسبه للاكسجين، جزيء الاكسجين O2، انا قلت جزيء، انا ما قلتش ذره اكسجين. لو قلت ذره اكسجين O، جزيء الاكسجين. كلنا عارفين الاكسجين عدد الذري كام؟ 8. وطبعا يا اولاد ده غاز، غاز. طب يا مستر هقول لكم حاجه حلوه يا اولاد، حاجه حلوه عشان ايه برضك ايه، تركزوا معايا فيها في الجزئيه دي. الغازات النشطه، الغازات النشطه كلها لا فلزات. مره ثانيه، الغازات النشطه لا فلزات. عددهم كام؟ 5. لما بقول لك الله اكبر عليكي، 5 عليكي، 5 هم هيدروجين. معايا؟ الغاز النشط هيدروجين، عندي اكسجين، عندي نيتروجين، عندي فلور، عندي كلور. دي بقول عليها ذرات يا ولاد لعناصر ايه؟ غازيه ايه؟ غازيه نشطه. 5. طب لو حبيت اقول عليها جزيئات، جزيئات غازيه نشطه، غازيه نشطه. لا هنا يا ولاد عمرهم ما يبقوا متواجدين في صوره منفرده، بكتب هنا ايه؟ انا قلت جزيء هيدروجين. اما جزيء الاكسجين O2، النيتروجين N2، الفلور F2، الكلور Cl2. اذا هنا عرفنا الفرق ما بين ذرات العناصر النشطه او العناصر الغازيه النشطه تتكون من ذره واحده. اما جزيئات العناصر الغازيه، جزيئات العناصر الغازيه النشطه بيتكون من ذرتين متماثلتين. اذا هنا لو جينا عند الاكسجين وحبينا نعرف ايه نوع الرابطه المتكونه من خلاله، هنلاقي طبعا جزيء الاكسجين بيتكون من ذره اكسجين بتتحد مع ذره اكسجين عشان يديني جزيء اكسجين. ده يعني هنقول عليه يعني ايه شرح كيفيه تكوين جزيء الاكسجين. نيجي نرسم بقى يا ولاد، نرسم الاكسجين. انا لسه قايل لكم الاكسجين عدد الذري 8. لما بنيجي نرسم بنعمل النواه، وطبعا موجبه، وهقول لكم دلوقتي حاجه دي في السؤال بتاعها عشان في سؤال جاي عليها وراه على طول.
ليه النواة موجبة؟ هشرحها لكم بس بعد ما نرسم الجزئية دي. طبعا آخر مستوى طاقة، طبعا لما نجيب التمانية ونوزعهم هنقول 2 6 اللي هو الكي والال. طيب يعني آخر حاجة فيه كام؟ يعني فيه 6. بصوا يا حبايبي، 2 4 5 6. عايزين تحطوا الاتنين هنا ماشي براحتكم، احنا بنعمل توزيع الكتروني. الزائد اهي ليه نزلت اهي، له التانية 6 اهي ولاد، 2 4 5 6. تعال نشوف شوية ونفكر. هو آخر حاجة فيها 6 يبقى لا فلزي، وهنا لا فلزي، وطبعا كلنا عارفين إن دي اسمها ذرة أكسجين، وطبعا دي اسمها ذرة أكسجين. طبعا دي لا فلز ولا فلز، يعني يا مستر ما فيش ولا فقد ولا لا، ولا في فقد ولا في اكتساب، في مشاركة هيحدث فيها مشاركة. بص اللي هيحدث طالما دي لا فلز ولا فلزي، الحركه اللي انا قلت لكم عليها هنشيله، ده دي لا فلز ولا فلز، هنشيله كده وكاني ماسكهم اولاد ايديا اهي، نشيله من هنا ونحطهم بره السهم، بره السهم في الناتج اللي بره اهم يا اولاد. انا ما عملتش حاجه يعني، لا اهم يا مستر اهم. طبعا الالكترونات اهم الستة اهم، اهم 1 2 3 4 5 6، ودي نفس الحكايه 2 4 5 6. تعال نشوف اللي حصل ايه. طبعا ما حطيتش حرف الزائد ما بينهم عشان ده ناتج، ده الجزيء اللي هيتكون. جت الذره دي الاكسجين دي اتكلمت مع دي، قالت لها ممكن اختي لو سمحتي بعد اذنك ممكن تديني الالكترونين بتوعك دولت عشان ابقى نيون شبه الغاز الخام اللي هو عدد الذري 10. قالت لها لا، طب ما انا عايز اخد بردك الالكترونين بتاعتك زي ما انت محتاجه 2، انا محتاجه 2 انا كمان عشان ابقى نيون. قالت اه خلاص كده يبقى انا كده فهمت. يبقى كل ذرة من دي ساهمت بكام؟ بزوج من الإلكترونات. يعني دي إلكترونات التكافؤ، كل واحدة منهم يا مستر ساهمت بإلكترونين، يعني زوج من الإلكترونات. فبالتالي عملوا إيه؟ عملوا رابطة تساهمية ثنائية. شوفوا هنا أولاد اللي بقى هم الأربعة اللي هم الباقيين أهم، أهم 1 2 3 4 أهم 1 2 3 4 معايا. طب فين مستر فين الاثنين الباقيين؟ اللي هي دي ودي بس عملوا خط افقي، خط واحد عملوا خطين افقيين اهم، والاربعه التانيين اهم يا اولاد معايا. 1 2 فاهمين ولا لا؟ 1 2 3 4 ايه، 1 2 3 4. وما حدش يبص دي يقول لك دي الكترون، لا لا، عشان ما حدش يتلخبط. اهي اهي دي انا مش راسمها الكترون، دي حاجه. خلي بالكم اهو بقيت الاربعه هم مستر اهي 1 2. ادي برضك يا مستر بقول عليها جزيء، ما نقولش عليها بقى ذره اكسجين، بقول عليها جزيء اكسجين. يبقى نوع الرابطه رابطه تساهميه ثنائيه. علل لما يجي هنا سؤال يقول لك هنا ليه الرابطه في جزيء الاكسجين تساهميه ثنائيه، تقول له لان كل ذره اكسجين ساهمت بإلكترونين مع ذرة الأكسجين، مع ذرة الأكسجين الأخرى، طبعا لتكوين جزيء الأكسجين. هنا بقى أولاد الجزئية اللي هي كل شوية أرسم لكم هنا وأعمل لكم موجب موجب موجب، إيه حكايتها؟ طبعا هنا يا أولاد معايا يا حبايبي، اصحوا معايا شوية وفوق. طبعا يا أولاد عارفين هنا النواة تتكون من بتتكون من النواة دي، الذرة عامة بتتكون من نواة، كل ده اسمه نواة. نواة فيها بروتونات وفيها نيوترونات. البروتونات دي بتبقى موجبة الشحنة، أما النيوترونات دي بنقول عليها ولا هي موجبة ولا هي سالبة، دي اسمها النيوترونات. أمال البي بروتونات.
موجبة الشحنة، والاتنين دولت يا ولاد ليهم كتلة، بس فيهم واحدة ليها شحنة اللي هي الموجبة اللي هي البروتونات، والتانية مصر اللي هي النيوترونات ملهاش شحنة، بقول عليها متعادلة. طيب، طب بره النواة، بره النواة في الكترونات بنرمز لها برمز الاي سالب، يعني عشان شحنته سالبة. طيب، طب بالنسبة يا مستر، وهو النواة فيه، قلت لي معلش يا مستر، قلت لك جوه النواة عاملها لك اهو، النواة هي كبرتها لك، النواة فيها شحنة موجبة اسمها ايه؟ بروتونات. وفي تاني ايه؟ شحنات متعددة، يعني تكاد تكون الشحنات المتعددة دي ملهاش لازمة. الله، يعني قصدك تقول يا مستر ان هو موجبة الشحنة علشان في ايه جواها؟ عشان فيها بروتونات موجبة الشحنة. اما النيوترونات متعددة الشحنة، يبقى مين الشحنة المسيطرة معايا يا ولاد؟ طبعا الشحنة الموجبة. معايا دي الشحنة الموجبة، دي الشحنة المسيطرة اللي جوه النواة. اذا هنا الاجابة لما يجي لك سؤال يقول لك ليه نواة الذرة موجبة الشحنة؟ الإجابة لوجود بروتونات، لوجود بروتونات موجبة الشحنة داخلها. أما النيوترونات عايزين تكتبوا متعددة الشحنة ماشي، ليس لها شحنة ماشي، اللي انتوا عايزينه. تعالوا هنا بالنسبة للجزئية الثالثة. الجزئية الثالثة يا أولاد، السؤال اللي هو بيقول لك علل ليه وزن الجسم يتغير من كوكب لآخر. الله، وزن الجسم بيتغير؟ طبعا وزن الجسم بيتغير. قال لك ليه يا مستر؟ اصلك يا ولاد حسب اختلاف شدة الجاذبية، يعني كتلة الجسم ثابتة ما بتتغيرش، عمرها ما بتتغير الكتلة. يعني انا دلوقتي كتلتي 60 كيلو جرام ولا 70 كيلو ايا كان الكتلة ايه، ومشيت من المحافظة دي ورحت محافظة تانية، كتلتها هتتغير؟ لا، هتظل ثابتة. امال الوزن هيتغير ليه يا مستر؟ علشان يا مستر انا لما اكون على كوكب الارض غير لما اكون على كوكب المريخ، غير لما اكون على سطح القمر، غير. قصدك تقول يا مستر لاختلاف شدة مجال الجاذبية. هو طول الجاذبية الأرضية؟ لا، لاختلاف شدة مجال الجاذبية. معايا؟ حتى كمان يا ولاد الوزن، خلي بالكم في القانون الوزن ده مش هتكتبوه في الإجابة، خلاص كده الإجابة خلصت. الوزن طبعا كلكم عارفين الوزن بيساوي الكتلة في شدة مجال الجاذبية اللي العلماء قالوا عليها تقريبا 10، هي 9.8 خلاص نيوتن لكل كيلو جرام. دي حاجة. دي يا أولاد بالنسبة للوزن، ده قانون الوزن. وطبعا في ناس بيقولوا يا ولاد الوزن كده يا ولاد احنا بنعمل مراجعة. يعني ايه مراجعة يا مستر؟ يعني بنجيب من كل فيلم أغنية زي ما بيقولوا ولاد البلد. اهو يا ولاد بعمل مثلث وبقسمه بحرف تي كابيتال، وبكتب هنا الوزن، وبكتب هنا الكتلة، طبعا في شدة مجال الجاذبية. في بعض البنات وبعض الولاد بيكتبوا 10، صح؟ اللي هي 10 اللي هي بتساوي اللي هي 10 رقم بتاعها مثلا تقريبا 10. طيب، بالنسبة يا مستر موجود عندي في الكتاب غير كده، ايه هو يا حبيبي؟ لا، هو نفس القانون. انتوا بتتكلموا عن الانجليش. الوزن يا ولاد، ركزوا هنا، الوزن والكتلة وشدة، معايا شدة مجال الجاذبية. الوزن اسمه ويت، باختصره بكلمة دبليو. الكتلة اسمها ماس، باختصرها بكلمة ام. وشدة مجال الجاذبية اسمها جرافيتي.
باختصار بحرف الجي. يعني قصدك يا مستر معلش، تعالى هنا في القانون اهو يا ولاد. في طبعا ناس بتعملها بالعربي، ممكن تمشي صح عادي يا حبايبي عادي. وفي عيال بيعملوها بالانجلش. بصوا يا حبايبي اهو بالانجلش، بالساينس يعني. بيعمل مثلث وبنقسمه بحرف التي كابيتال، بقى فيه 3 خانات. طبعا عارفين هنا الوزن، هكتبه لكم يا اولاد. الوزن، الكتله، شده مجال الجاذبيه اللي هي 10 مثلا تقريبا. في بعض العيال بقى يعملوا هنا كده يا اولاد، الوزن يعملوا دبليو دي ام مثلا، وهنا طبعا الجي. طب هو عايز الكتله تخبيها، الكتله اللي هي مستر الماس. الماس اهي يا ولاد، الماس بيساوي ايه؟ خبي دي. يبقى اللي فوق على اللي تحت بيساوي الدبليو على الجي. يعني قصدك تقول يا مستر الدبليو اللي هو ايه؟ بصوا هنا اهو، ده بالعربي وده بالانجلش. الدبليو اللي هو الويت، ماشي، وبيبقى بالنيوتن الوحده بتاعته. طب يا مستر الجي اللي هو من اللي هو الجرافيتي، اللي فاهمين قصدي يا اولاد؟ الجرافيتي اللي هي شده المجال الجاذبيه، وبيقول عليها الجاذبيه الارضيه اللي بتساوي 10. في بعض البنات بيكتبوا على طول 10. فلما بكتب بالانجلش دي 10، ما حدش يقول لي يا مستر دي 15، عيب. احنا في اولى اعدادي، عيب. طيب طب يا مستر لو عايز الويت، لو عايز الويت خبي الويت يا بنتي، حبايبي حبيبه قلبي، خبي الويت اهو. اللي بيساوي اللي جنب بعض، حاصل ضرب الجي في الام. طب عايز عجله الجاذبيه اهي يا مستر، الجي خبيها معايا، الجي خبيها. يبقى ده بيساوي اهو، بيساوي الويت على الام. ده بالنسبه يا اولاد للقانون اللي بيجمع الوزن والكتله وشده مجال الجاذبيه. فيهاش حاجه. وفي قانون اقول لكم عليه فيما بعد، اللي هو الوزن على سطح القمر ووزنك على سطح الارض، وايه الاختلاف اللي بيتم ما بينهم. اذا هنا ناخد السؤال اللي وراه. بيقول لي هنا، يا اولاد، يتميز جبنه الريكفورت باللون الاخضر والطعم المميز. الله، الجبنه الريكفورت؟ اه يا مستر، الجبنه الريكفورت اللي بابا ساعات اللي بابا دايما بيشتريها لنا من الهايبر، وبيشتريها لنا من فتح الله وكالفور. الجبنه الريكفورد دي جبنه جميله جدا، خلي بالكم سعرها بيوصل ل 800 جنيه و1000 جنيه على فكره الكيلو. مش زي الجبنه البيضاء اللي احنا بناكلها، ولا الجبنه الرومي اللي هي اللي يمكن سعرها عامل 260 ولا مش عارف ايه. احنا مش هنقلبها بقى حصه بقاله بقى يا بنات معايا يا اولاد. المهم الجبنه ريكفورد دي يا اولاد جميله. تعرفوا يا اولاد اللي بيخلي الجبنه دي طعمها حلو ومميز لينا وبنحب ناكلها؟ علشان في فطر اسمه فطر بنسيليوم بيتكاثر جواه. يبقى عندك فطر البنسيليوم نوعين. في فطر اولاد بيقولوا على فطر بنسيليوم ريكفورتي، ريكفورتي. وفي فطر بنسميه اسمه نوتاتوم. الله، يبقى خلي بالكم احنا بنراجع اهو، بنلم على قد ما نقدر. ريكفورتي دي بقى اولاد جميله، ونوتاتوم بردك. اذا دي يا اولاد يعتبر من انواع الفطريات او من بعض انواع الميكروبات. الميكروبات بعض انواع الميكروبات منها ما هو ضار ومنها ما هو نافع. او دولت نافعه، يعني هي نافعه مثلا يعني ما بتاذينيش، مفيده ليا. جبنا ريكفورد دي بقى يا اولاد، بيطلع منها ايه يا اولاد؟ ايوه، سامع بنت بتقول فطر. ماشي يا اولاد، جبنا الريكفورد ده يا اولاد بيطلعوا منه اللي هو قلت لكم عليه ده يا اولاد، اللي هو فطر الايه، اهو يا مستر. فطر الانسوليوم ده الجبنه الريبورت ده فيه فطر يا اولاد من بعض انواع الفطريات. البنسليوم بيقول عليه ايه يا اولاد؟ فطر البنسليوم. فطر ايه يا اولاد؟ بنسليوم ريكفورتي. ماشي، ما انا كاتبه فوق اهو. يبقى فطر البنسليوم ريكفورتي هو اللي بيتكاثر، هو اللي بينمو، هو اللي بيدي اللون الخضار اللي موجود في الجبنه.
حتى بعض البنات او بعض الولاد او في بعض الناس الكبار يقول لك ايه دي الجبنه المتعفنه. هي مش متعفنه ولا غيره، بس عشان لا في حاجات خضراء كده وطالعه منها وكده. يبقى فطر بنسيليوم ريكفورتي هو اللي بيبقى موجود في الجبنه الريكفورت، هو اللي بيديله الطعم. اذا الاجابه يا مستر لوجود فطر بنسيليوم ريكفورتي. السؤال اللي وراه بيقول لي هنا يا اولاد اكمل العبارات الاتيه: الاقطاب المغناطيسيه نقط تتنافر. الاقطاب المغناطيسيه نقط تتنافر، والاقطاب المغناطيسيه نقط المختلفه نقط. الله، الاقطاب المغناطيسيه، طب انتوا عارفين يا اولاد المغناطيس بيبقى ليه قطبين. المغناطيس بيبقى ليه قطبين، قطب بيقول عليه قطب شمالي، بيقول عليه نورث، يختصر بحرف الان الشمالي، والقطب اللي هناك ده اللي هو الحرف النهائي ده بيقول عليه ساوث. ساوث اللي هو تي اتش بيقول عليه ايه يا اولاد؟ اس جنوبي. ده عباره عن ايه يا اولاد؟ قطبين. طب يا مستر لو انا رحت جبت قطب تاني، قضيب مغناطيسي تاني، اهو واحد هنا يا اولاد ان، وواحد ده طبعا قربت الان الطرف ده للطرف ده، وهنا اس. قالوا العلماء ايه؟ الاقطاب المغناطيسيه اللي شبه بعضيها يحصل ما بينهم تنافر، واللي مختلف يعني لو قلبنا ده وخلينا ده مكان ده وده هتقوم بيتجاذبوا معايا. اذا هنا الاقطاب المغناطيسيه المتشابهه، المتشابهه تتنافر معايا، والاقطاب المغناطيسيه المختلفه طبعا بتتجاذب. وطبعا يا اولاد ده قانون الجذب والتنافر معايا. نفس الحكايه بالنسبه يا اولاد للقوى الكهربيه، الشحنات الكهربيه المتشابهه بتتنافر، والشحنات الكهربيه المختلفه تتجاذب. هنا بيقول لي هنا يتعاقب الليل والنهار بسبب دوران الارض حولا وقت. الله، الارض بتدور يا مستر، الارض بتدور، الارض بتدور بتدور حول محورها، بتدور حول محورها المائل اهو. مالكوش دعوه بالخط العمودي ده، ماليش دعوه بيه، ماليش دعوه بالخط العمودي ده. انا عايز الخط المائل ده من اللي بيمر من القطب الشمالي والقطب الجنوبي ونازل بيميل كده بزاويه مقدارها 23.5 درجه. اذا هنا نتيجه دوران الارض حول محورها بيتعاقب الليل والنهار. وهقولها لكم فيما بعد لو جت جزئيه بنشرح فيها الجزئيه في سؤال كده هشرحها لكم بالتفصيل بالتفصيل. وتتعاقب فصول السنه، وطبعا كلنا عارفين الليل والنهار أو اليوم الارضي بيساوي 24 ساعه معايا. انا بتكلم عن اليوم، ماليش دعوه بقى بفصل الصيف والربيع والخريف لا ماليش دعوه بالكلام ده يا اولاد، والشتاء ماليش دعوه بالكلام دوت. انا بتكلم على دوران تعاقب الليل والنهار بس بسبب ايه؟ دوران الارض حول محورها. اما هنا تتعاقب فصول السنه الاربعه، طبعا فصول السنه الاربعه بسبب دوران الارض حول مين؟ طبعا حول الشمس، حول الشمس. اذكر اهميه غاز الهيليوم. غاز الهيليوم كلكم عارفين ان غاز الهيليوم ده غاز خامل رمزه اتش اي. غاز الهيليوم ده ولاد بيستخدم في ملء مناطيد الاحتفالات والبالونات بتاعت الاحتفالات. اذا تستخدم في ملء المناطيد وبالونات الاحتفالات. بنت بتقول لي مستر طب ما البالونات والمناطيد ديت والمظلات والحاجات دي كلها، طب ما ده بينفخوها مستر هوا عادي، ما بينفخهاش يعني ما بيملوهاش بغاز الهيدروجين. لا الهيدروجين احسن. ليه؟ هو ما قالكيش عللي، لا انت الاجابه كده خلصت. لو قال لك علل ليه بيستخدم غاز الهيليوم في ملء المناطيد، ملء المناطيد، طبعا لان طبعا الهيليوم خفيف، خفيف يعني كثافته اقل من كثافه الهواء، بيرتفع لفوق بسرعه. خلاص، بالاضافه طبعا ان غاز الهيليوم غير قابل للاشتعال معايا، غير قابل للاشتعال ولا يشتعل.
ده بالنسبه للنشاط خامل. فيتامين سي ده يا اولاد طبعا اول ما اقول لك اسف فيتامين دي طبعا يا اولاد تقويه العظام والاسنان. عشان كده اقول لك ايه، لو واحده عندها مثلا هشاشه في العظم او سنانها تعبيه او على قد ما تقدر تاخد ادويه او تاخد مقويات. المواد بيقول عليها بيقول عليها فيتامينات، علشان تقدر تخلي عظمها جامد والكلام من ده يا ولاد. بيقول لك الخياشيم طبعا كلكم الخياشيم كلكم عارفين ان موجوده في الاسماك، وده عضو التنفس. اذا دوت يا ولاد عضو التنفس في الايه يا ولاد؟ في الاسماك. طبعا السمكه بتفتح بقها بتدخل ميه، ما بتاخد الاكسجين. ماشي يا ولاد، بتاخد الاكسجين من الوسط ايه؟ الوسط المائي، يعني من الميه اللي هي موجوده فيه، عايشه جواه. تفتح بقها تيجي مدخله الميه، الميه فيها اكسجين، في اكسجين دايب. يجي الخياشيم يا ولاد يستخلص اللي هو عايزه. هو الخياشيم عايز مين؟ عايز الميه. يجي واخد الاكسجين ويجي مطلع من خلاله الميه اللي زياده عنده، يطلعها للوسط المحيط اللي هي بتعوم فيه، وبيطلع غاز ثاني اكسيد الكربون. اذا ده عضو التنفس في الاسماك. اذا هنا بنات آه، اخذنا في الجزئيه ديت قبل ما نخش على السؤال الرابع اهم التعليقات او اهم الحاجات اللي تخلي بالكم منها. يعني مثلا يا اولاد لو جينا للجدول الدوري الحديث اهو يا حبايبي، الجدول الدوري الحديث ده كل ده تكافؤ احادي. الاقلاء دي اسمها الاقلاء يا اولاد. في عندكم 4 مجموعات رئيسيه موجوده في الجدول الدوري الحديث. يعني ايه يا مستر 4 مجموعات رئيسيه؟ يعني 4 مجموعات يا اولاد تحس اللي ليهم اسم شهره. الله على الكلمه، اسمه شهرة. مش يعني ايه اسم شهرة؟ يعني مجموعات بتبقى مميزة بأسامي معينة. زي مثلا 1 اي دي هنقول عليها مجموعة الأقلاء. طبعا أقلاء مش هقول لكم بقى الأقلاء علشان مش عليكم، في حاجات مش عليكم موجودة على سنة تانية وبيدرسوها سنة تالتة إعدادي حاليا. ماشي يا أولاد. أو طبعا مجموعة الأقلاء طبعا علشان مستر ده عناصر فلزية. خلاص يا اولاد. لما بتذوب في الماء بتدينا محاليل قلويه. مش عليكم السؤال دوت. طبعا يا اولاد المجموعه الثانيه اسمها الاقلاء الارضيه. الاقلاء الايه؟ الارضيه. دي المجموعه الثانيه. معايا يا اولاد؟ وفي حاجه كمان عايز اقولها لكم. بصوا يا حبايبي، المجموعه الاقلاء دي اللي هي 1 ايه، والمجموعه 2 ايه اللي هي الاقلاء الارضيه، كلهم فلزات ما عدا اللي انا عامله لكم بالقلم الاخضر دوت اللي هو الهيدروجين. اللي هو مين؟ الهيدروجين. يبقى المجموعتين دولت اللي في الفائز كلهم ولاد. انت بتقول لي ولاد؟ يعني ايه ولاد؟ يعني كلهم فلزات، بس ما عدا بت عندي في المجموعه الاولانيه اسمها هيدروجين. دي حاجه. وطبعا كلكم عارفين الدوره الاولى اهي يا ولاد، اهي الدوره الاولى دي معايا يا حبايبي. الدوره الاولى دي اللي اسمها كي، فيها كم عنصر؟ عدوا معايا. 1 وهنا كام؟ 2. الدوره الثانيه اللي هي اللي فيها كم عنصر؟ عدوا معايا. اتخانتين اهم، يعني عنصرين اهم، وفي 6 اهم. معايا؟ يعني قصدك تقول يا مستر الدوره الثانيه فيها كام؟ فيها 8. طب الدوره الثالثه؟ الله، دي حته فاضيه قصادها اهي. الله، يعني زيها زي اللي فوق، يعني فيها 8 برضك، 2 هنا و6 هنا. طب الدورة الرابعة يا مستر اللي هي ان دي هنا بيبدأ ظهور العناصر الانتقالية اللي انا كاتبها لكم هنا، اللي هم ال10. وهنا في 2 يبقوا 12، وهنا في 6 ناحية يمينك يبقوا كلهم يا مستر 18. في ان في كام بقى عنصر يا ولاد؟ في 18 عنصر. عشان كده لما يجي يقول لك ايه؟ تبدأ ظهور العناصر الانتقالية ابتداء من الدورة نقط. هذا سؤال. الله على ده سؤال وجماله. العناصر الانتقاليه دي ظهرت امتى؟ العناصر دي ال10 دولت، وانت نازله هنا في 10 وانت قلت نازله. امتى ظهروا؟ اول ما ظهرت ابتداء من الدوره الرابعه. الدوره الايه؟
الرابعه. وخلي بالكم العناصر الانتقاليه دي يا اولاد فيها 3 فئات. فئه اس يمينها، وفي فئه جي اللي هي فيها ماشي، وفيها العناصر. خلاص. الدوره الرابعه، انا بتكلم على الدوره الرابعه مش بتكلم على الانتقاليه. وفيها ايه يا مستر؟ الفئه ايه؟ فيها بي. اذا ال3 فئات دولت موجودين فين يا مستر؟ ابتداء من الدوره الايه؟ الدوره الرابعه. طب معايا ابتداء من الدوره الرابعه في عناصر ايه؟ فئه اس وبي وجي، او اس وجي واف بالترتيب، اس وجي واف، جي علشان في النص. خلاص. تعالي خلاص كده اخدنا اول واحد مشهور الاقلاء، وكلهم وحيد التكافؤ. الفئه الاقلاء الارضيه كلهم ثنائي التكافؤ. مش فلز يا مستر، يعني اخر حاجه في اتنين، يعني في اتنين الاقلاء الارضيه. مش ده فلز؟ كلهم فلزات ماليش دعوه بالهيدروجين ده. يعني اخر حاجه في واحد بيفقده، واللي بيفقده هو تكافؤه. طب ده تكافؤ ثلاثي عشان اخر حاجه فيه كام؟ في 3. اخر حاجه اخر مستوى في 3. معايا يا اولاد؟ ده كلهم هنا في المجموعه الثالثه. طب المجموعه الرابعه تكافؤها رباعي. طب المجموعه الخامسه اطرح من 8. طب المجموعه السادسه اطرح من بردك ال8. المجموعه السابعه اطرح من 8. طب المجموعه الثامنه دي مثل العناصر الخامله او العناصر الصفريه. طب ده مجموعه 1 ايه الاقلاء، 2 ايه الاقلاء الارضيه. المشهور الثالث اللي اسمها الهالوجينات. الهالو ايه يا اولاد؟ هالوجينات. يبقى الهالوجينات بتقع في المجموعه الايه؟ محدش ينسى. سامع بنت جميله شطوره حبيبه قلبي؟ تقول المجموعه السابعه. طب يا مستر في حاجه تانية؟ المشهور الرابع اللي هي المجموعه دي الصفريه. اذا المشاهير خليكم معايا يا ولاد، على المجموعات الرئيسيه. مستر رأفت قال لنا هم 4 اللي علينا. في عندك مجموعه الاقلاء، شرطه مجموعه الاقلاء الارضيه، شرطه مجموعه الهالوجينات، شرطه مجموعه الغازات الخامله. اللي عليكم صعبه. الله على جمال الدرس ده، حلو قوي. الجدول او تصنيف الجدول الدوري الحديث ما فيهاش ابدا اي حاجه. خلاص. وطبعا حكايه المجموعات يا اولاد، الدورات، الدوره الافقيه، الدوره الاولى فيها كم عنصر؟ فاهمني؟ الدوره الافقيه الاولى فيها عنصرين، الدوره الافقيه الثانيه فيها 8، الدوره الثالثه فيها 8، الدوره الرابعه فيها 18. خلاص. وطبعا الانتقاليه يا اولاد بتفصل ما بين مين؟ ما بين نكتبها لكم فوق، ما بين اليمين الجدول، عناصر يمين الجدول وعناصر يسار الجدول، او في المنتصف. يعني بتفصل ما بينه، وكمان موجوده في الوسط في المنتصف. ناخد يا اولاد السؤال الثالث. اذا هنا يا اولاد بيقول لي صوب ما تحته خط. عنصر اسمه اكس تحتوي نواته على 39 نيوكلون. نيوكلون. يا مستر تقلقوش، ده كل حاجه جميله وسهله. نيوكلون. يا مستر يعني ايه نيوكلون؟ معلش يا مستر معلش. النيوكلونات يا اولاد انا مش لسه قايل لكم، لو انا قلت في عنصر اسمه زد، مش فينا عدد تحت يا اولاد بيقولوا عليه عدد ذري؟ ايوه مستر، عدد اسمه عدد ايه ده يا اولاد؟ عدد ذري. واللي فوق اسمه عدد ايه؟ عدد كتلي. ما هو كلمه العدد الكتلي يا اولاد بيساوي عدد الايه؟ عدد النيوكلونات. عدد الايه يا اولاد؟ النيوكلونات. يعني ليه اسمين، ده صح وده صح. تعالوا نشوف. في ذره، في عنصر اسمه اكس، ايا كان اسمه ايه بقى ما اعرفش. هو بقول لك اسمه اكس، ما قاليش اسمه الحقيقي، صوديوم بوتاسيوم مربيع ما اعرفش. قال لك بنواته، يعني جوه النواه كله في كام؟ بيقول لك يا اولاد فيهم 39 نيوكلون. يبقى العدد، ما كلكم عارفين يعني ايه عدد كتلي. يعني قصدك تقول مجموع الب و زائد النون.
الب اللي هي البي زائد الان اللي هو البروتونات والنيوترونات. قال لك فيها كام كلهم بيساوي كام؟ قال لك ساوي 39. قال لك وعدد الجسيمات المتعادله ركز، ركز يا ابني. عدد الجسيمات المتعادله، ها خلي بالكم كده، حلو قوي كده، واضحه كده. عدد الجسيمات المتعادله اللي هي مين؟ الله عليكي الله. عدد الجسيمات المتعادله اللي هي مين يا مستر؟ اللي هي ان دي كام يا مستر؟ قال لك 20. فيكون عدده الذري، بقول لك سوي ما تحتها خط، اكيد دي غلط. طب بقول لك ده حطيت خط تحتيها معايا، طب ما نطرحها. الله. يبقى البي دي يا مستر اللي هو البروتونات، ده بي دي اللي هي مين يا اولاد؟ البروتونات. والبت الشاطره عارفه العدد الذري اللي هو كتب تحت، هو اللي هو مجموع اعداد ايه؟ مجموع اعداد البروتونات الموجبه الشحنه، هي موجبه، الموجبه الشحنه الموجوده داخل نواه ذره العنصر. ده تعريف العدد الذري. ممكن يجي لك سؤال مصطلح علمي يا اولاد، مصطلح علمي. او ما المقصود، ما المقصود معايا، ما المقصود بالعدد الذري؟ اهو عرفنا تعريفه. ضع اسم المصطلح العلمي او العباره، فاهمني؟ اهو يجيب لك التعريف ويقول لك ده تعريف ايه؟ ده تعريف العدد الذري. او يجي لك سؤال يقول لك ماذا يقصد بقولنا ان العدد الذري لذره الليثيوم، اللي انا بقول اي اهو بيساوي 3، العدد الذري ده. عايزين الحل، هتقولوا له التعريف وتحطوا له كلمه يساوي اخر حاجه، يساوي كلمه ايه؟ 3. يعني ايه؟ يعني مجموع اعداد البروتونات الموجبه الموجوده داخل نواه ذره الليثيوم، عشان نحددها اهو، بتساوي كام؟ 3. نرجع لمرجوعنا. وعايز البروتونات، يبقى هنجيب ال 39 ونطلع ديت زائد 20، هتطلعها باشاره سالبه من الناحيه الثانيه، يبقى بدل ما موجب او فاهمني موجب 20 هتطلع بسالب ايه؟ 20 بيساوي 19. يبقى هنشيل كلمه 29 ونحط كلمه ايه؟ 19. بيقول لي درجه انصهار المركبات الايونيه منخفضه. الله. هو مش المركب الايوني يا مستر رأفت، مستر المركب الايوني مش عباره عن فلز بيتحد مع لا فلز؟ مستر بيديني ايه؟ بيديني مركب. وطالما ولاد فلز فقد وده اكتسب، هيديني مركب ايوني. المركب زي مثال NaCl اللي هو الملح الاكل اللي عندنا في المطبخ، اللي هو عليه ملح السفره، ملح الطعام، اللي بيقول عليه كلوريد صوديوم، كلوريد صوديوم. طب بالله عليكم، ده مركب ايون على فكره يا اولاد. بالله عليكم ده لو حبيت حطيته في انبوبه اختبار، ورحت جبت مثلا ملح مش ميه، ملح كلوريد صوديوم، وحطيته تحت لهب، هل يا اولاد الملح هيسيح؟ هيسيح يعني اول ما احطه كده هيسيح مثلا يعني، ولا هياخد فتره كبيره عشان يسيح؟ سمعت ولد بيقول لي هياخد فتره كبيره. اذا درجه انصهاره، ايوه ايه؟ درجه انصهاره ايه؟ مرتفعه. درجه انصهاره ايه؟ مرتفعه. مين عكسه؟ المركب التساهمي. المركب التساهمي بقى يا اولاد، بص درجه انصهار المركبات هنشيل الايونيه ونحط الايه؟ التساهميه. بيقول لي هنا ما النتائج المترتبه على لمس جسم مشحون لقرص كشاف كهربي؟ الله. كشاف الكهرباء يا اولاد بصوا يا حبايبي شكله اهي يا اولاد، ما فيهاش حاجه والله العظيم، ما فيهاش اي حاجه. اهو يا حبايبي الكشاف اهو يا اولاد، اهو كشاف اهو يا حبايبي اهو. دي سداده طالع منها اولاد ساق معدني او ساق نحاسي، وفي هنا قرص معدني، وهنا اولاد رحت جبت ورقتين مصنوعه من الايه؟ ايوه اهو، ورقتين
ذهبيتين. وده ناقوس، ده ناقوس زجاجي. وطبعا دي سدادة. وده مستر ساق، اسف، ساق معدني. ساق ايه يا اولاد؟ معدني. وده قرص معدني، قرص معدني. تقولي ساق نحاسي، ماشي، المهم معدن وخلاص. نحاس او ماشي، مصنوع من النحاس. وطبعا ده ناقوس زجاجي. تعالوا نشوف. بقول السؤال هنا، ركزوا معايا. انا كده رسمت لكم شكل اللي هو جهاز الالكتروسكوب، او بقول عليه الالكتروسكوب. ليه اسم تاني اسهل من كلمه الكتروسكوب، بقول عليه الكشاف. الكشاف الكهربي. تعالوا. بيقول لي ماذا يحدث عند لمس جسم مشحون لقرص. رحت جبت ساق وليكن مشحون اهو، جبت ساق وليكن مشحون، ساق زجاجي، وماسكه بايديا هي يا اولاد، ايديا اهي اهو، ايديا اهي. وده اولاد كلكم عارفين الساق الزجاجي مشحون بشحنه ايه؟ الله على البت الشاطره. ده مشحون بشحنه موجبه. يبقى الزجاج مشحون بشحنه ايه؟ موجبه. يعني ايه مثلا؟ رحت جبت ساق زجاجي اهو، طبعا ماده عازله، الزجاجه ماده عازله، مسك هنا مش هتتسرب الشحنه على ايدي، ماسكها عادي. ورحت جبت دالكه مناسبه وليكن حرير، وقعدت ادلكها. يبقى في عندي حاجه اسمها دالك ومدلوك. ماشي. الدالك، ماشي يا اولاد. الدالك طبعا مين؟ الدالك اللي هي قطعه السوق، اللي هي قطعه الحرير. والمدلوك اللي هو الساق الزجاجي. هروح اعملهم كده يا اولاد في اتجاه واحد، مش كده كده، لا، في اتجاه واحد كده اهو. طبعا يبقى مشحون. رحت قربته هنا. اكيد الشحنات دي، بص ركزوا بقى معايا هنا شويه، ركزوا هنا معايا شويه هنا يا اولاد. اكيد هنا مثل الشحنات الموجبه دي هتنزل فين؟ هنا. وهتيجي نازله فين؟ هنا. هي يا اولاد، بص الحركه، بصوا يا جماعه، بصوا. هي يا اولاد، اهي. وهتروح فين؟ على الورقه دي والورقه دي. الله. ما هنا يا مستر الشحنات هنا الموجبه دي والموجبه دي شبه بعض، ايه اللي هيحصل؟ بدل ما كانوا كده يا اولاد، الورقتين كانوا جنب بعض كده، لسه ما عملتش حاجه في التجربه. اول ما حطيت جسم مشحون فوق على القرص فوق، الشحنات اتسربت وراحت للورقه دي، وحصل لهم ايه؟ بعدوا عن بعض. كلكم عرفتوا بعدوا عن بعض ليه؟ علشان يا مستر حصل ما بينهم ايه؟ تنافر. يبقى كده الورقتين حصل لهم انفراج ولا تطابق؟ ايوه كده انفراج. اقتراب ولا تباعد؟ مستر تباعد. ليه؟ علشان الشحنتين دولت ايه؟ شبه بعضيهم. طب ما هو لسه من شويه قلت لكم الشحنات الكهربيه المتشابهه بتتنافر، والشحنات الكهربيه المختلفه بتتجاذب. اذا الاجابه بتاعت السؤال ده يا اولاد، ركزوا معايا هنا يا اولاد. ما النتائج طبعا؟ ما النتائج المترتبة على لمس الجسم المشحون لقرص الكشاف الكهربي؟ طبعا ايه اللي حصل يا اولاد؟ ها؟ تنفرج الورقتين. تنفرج الايه يا اولاد؟ الورقتين الذهبيتين لحدوث تنافر بينهما. عايزه كلمه، عايزه بدل ما اكتب تنفرج الورقتين، عايزه اكتب ايه؟ تتباعد الورقتين. ماشي، تتباعد بدل كلمه تنفرج. بيقول لي هنا اضافه ملعقه من السكر الى المحلول الملحي. ماما جت عملت لكم مخلل، وهي بتعمل المخلل وليكن الزيتون، المخلل ده وليكن الزيتون، وهي بتعمله لكم اولاد كده، وبتحطه في البرطمان. بتحط معلقه سكر. طب معلقه السكر بيعمل ايه؟ بيقلل لتقليل مراره ايه يا اولاد؟ المخلل اللي هو الزيتون. معايا يا اولاد؟ عشان يقلل طبعا لتحسين ايه يا اولاد؟ ولتحسين طعمه، عشان يبقى طعمه حلو كده، ما يبقاش فيه مراره يعني نقلل المراره. اي نعم، في مراره، بس مثلا احنا بنقلل عد ما نقدر. وخلي بالكم المراره اللي موجوده في الزيتون، والناس اللي بتحب تاكله هي اللي بتديله الطعم المميز بتاعه. بنت بتقول لي يا مستر، طب ايه اللي بيحدث يا مستر؟ طب معلش، ما السكر ده يا ولاد بيعتبر اكل لمين يا مستر؟ اكل للبكتيريا اللي موجوده، معايا يا ولاد،
وانت بتصنع المخلل. طب والسكر ده بيحصل ايه يا مستر؟ هو بيتغذى عليه البكتيريا اللي موجوده ديت وبتديكوا حمض ايه؟ حمض. اما بالنسبه يا اولاد للجزئيه رقم 3، بيقول لي اللي هي ما النتائج المترتبه على عدم وجود الثغور في اوراق النبات. طبعا يا بنات، طبعا يا اولاد، آه آه كلنا عارفين ان الثغور في النبات بيلعب دور كبير جدا. طبعا كلنا عارفين ان النبات ما عندهوش اجهزه متخصصه تنفسيه، مش زيها زي الكائنات الحيه التانيه اللي هي مثلا في الانسان، في الحشرات. طبعا الثغور دي بتلعب دور كبير جدا من خلال عمليتين. ركزوا معايا. طبعا الثغور في النباتات، الصغور في النباتات، طبعا كلنا عارفين النباتات دي بتبقى عديدة الخلايا. عديدة الخلايا. يعني ايه عديدة الخلايا يا مستر؟ يعني تعتبر من حقيقيات النواة. حقيقيات النواة. طبعا كلنا عارفين ان الخلايا دي يا اولاد اللي موجودة في النباتات الخضراء بالذات بتحتوي على بعض الوضعيات، وليكن البلاستيدة. البلاستيدة البلاستيدات الخضراء. وطبعا كلنا عارفين البلاستيدات الخضراء بتقوم بعملية البناء الضوئي. البناء الضوئي. الوضعية ديت موجودة في النبات. طبعا لولا وجود البلاستيدات الخضراء طبعا عمر النبات ما يقوم بعملية البناء الضوئي. طيب، طبعا كلنا عارفين ان الصخور ديت بتلعب دورين: دور في التنفس، دور في التنفس، ودور كبير جدا في عملية الإخراج. طبعا في عدم أو في غياب الصغور على أوراق النباتات، إن عمر الورقة دي ما هتقدر تقوم بعملية البناء الضوئي. ماشي. وكذلك التنفس. وطبعا مش هيقدر النبات ده يتخلص من المية الزايدة عن حاجته، وطبعا غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال عملية الإخراج. يعني المية اللي موجودة زيادة عن حاجة النبات مش هيقدر يطلعها. فبالتالي عمر النبات دوت يا ولاد ما هيبقى في كامل آه، آه، حريته، او مش هيقدر يستطيع، مش هيقدر يعمل العمليات الحيويه بتاعته. اذا اجابه السؤال دوت بيقول لي عدم وجود الصغور في اوراق النبات. الاجابه لن يستطيع، لن يستطيع الاوراق، الاوراق القيام بعمليه البناء، البناء الايه؟ الضوئي، وكذلك التنفس معايا، والتخلص، والتخلص من الماء الزائد، الماء الزائد، وغاز، وغاز ثاني أكسيد الكربون خلال عملية الإخراج، خلال عملية الإخراج. إذا هنا الصخور، يعني يبقى كده عرفنا إن الصخور مهمة جدا بالذات بالنسبة للنبات. بيقوم بعمليتين بتلعب دور كبير جدا في عملية التنفس وعملية الإخراج. أما بالنسبة للجزئية الرابعة اللي بقول لك ما النتائج المترتبة على وجود القمر بالكامل، يعني بأكمله في منطقة ظل الأرض. بصوا معايا يا حبايبي، أصلك مش مجرد إجابة وخلاص يا بنات. يا ولاد افهموني. افهم يا دكتور، افهمي. أنا عايز، أنا بعمل مراجعة. يعني إيه مستر بتعمل مراجعة؟ يعني بقدر ألم لكم المنهج كله يعني، وبعد كده بنقول الكلام اللي احنا عايزين نقوله، او اللي عايزين نكتبه بالنسبه للحد. بالنسبه يا اولاد لخسوف القمر، خسوف القمر دي طبعا كلكم عارفين ان دي تعتبر ايه؟ ظاهره طبيعيه. ظاهره ايه؟ طبيعيه. يعني ايه ظاهره طبيعيه؟ دي من المولى عز وجل، هو اللي عاملها. ليه يا اولاد؟ قال لك علشان اثناء دوران الارض، اهو الارض ايه يا اولاد؟ الارض اثناء وهي بتدور حوالين مين؟ حوالين الشمس.
وكلنا عارفين ان الارض بيدور حول الشمس منين؟ من الغرب للشرق. طب والقمر؟ القمر اللي هو التابع للارض ده، التابع ليه، اقرب جسم فضائي للارض، يعني اقرب حاجه ليه، بيدور طبعا كلكم عارفين بيدور حول الارض. القمر ده قمر، وده قمر، وده قمر. ما تجيش واحده فيكم مفتحه زياده عن اللزوم تقول لي مستر هو القمر ليه، هو الارض ليه 3 اقمار؟ لا يا ماما، لا يا ماما، هو قمر واحد بس. ساعات بيبقى موجود هنا، ساعات بيبقى موجود هنا، وهكذا اثناء دورانه حوالين مين؟ الارض. معايا؟ دي حاجه. يبقى الخسوف ظاهره طبيعيه تحدث امتى يا مستر؟ عندما تقع الارض ما بين مين؟ وتقع في النص. الارض هنا بتبقى في النص، الارض اهي، والقمر هنا اهو، والشمس هنا. يبقى هنا الشمس، وهنا الارض، وهنا مين؟ القمر. طيب، اثناء عندما تقع الارض بين القمر والشمس اثناء دورانه، طبعا اثناء دوران الارض هنا حوالين الشمس، انتوا كلكم عارفين الارض بيدور حول الشمس وبيكمل الدوره بتاعته في خلال 365 وربع يوم، يعني 25 من 100 يوم. كمان 25 من 100 يعني ايه؟ مثلا يعني 25 على 100. طبعا على 25 فيها الواحد، على 25 فيها الاربعه. عشان كده ممكن بعض الكتب يقول لك ايه؟ 365 فاصل وربع، اللي هي 25 من 100 يوم. دي السنه الارضيه، السنه الارضيه. طيب يا ولاد، المنطقه دي اللي انا ظللتها لكم ديت، دي كده. بصوا اهو، خلي بالكم، خلي بالك، خلي بالك يا ابني. هنا كان في قمر، ماليش دعوه بالباقي. هنا قمر، هنا اهو. شوف المنطقه دي اللي انا ظللتها. خلي بالك، انا لو كملت التظليله ديت اللي بالقلم اللي انا ماسكه دوت يا اولاد، هخفي ده، هخفيه خالص، هيختفي. يعني ايه مس هيختفي؟ صلوا على النبي، استهدوا بالله، ركزوا معايا يا اولاد. المنطقه اللي انا ظللتها دي اسمها ظل الارض. ظل ايه؟ الارض. اما المنطقه اللي بره دي اللي اعمل فيها نقط دي يا اولاد، المنطقه دي اللي فوق واللي تحت دي، ماليش دعوه باللي هنا. المنطقه دي يا اولاد اسمها شبه ظل الارض. اسمها شبه ظل الايه؟ الارض. بردك المنطقه دي اسمها شبه ظل الارض. طبعا المنطقه دي معتمه، دي معتمه. امال يا مستر شبه ظل الارض دي بيقول عليها شبه مضيئه. شبه ايه؟ مضيئه. العلماء قالوا ايه يا اولاد؟ عندما يقع القمر باكمله، بص القمر ده موجود فين؟ كله اهو، اهو في منطقه ايه؟ ظل الارض. قال لك هنا بيحدث حاجه اسمها خسوف كلي. خسوف ايه يا اولاد؟ خسوف كلي. هنا الارض عمل زي يعني ايه؟ حاجب، مانع، منع وصول اشعه الشمس اللي هي تنزل فين يا اولاد؟ على سطح القمر. الارض ده حاجز. حجز ايه؟ حجز اشعه الشمس دي اللي هي تنزل لفين؟ للقمر. عشان كده بنشوف القمر قرص معتم. قرص ايه؟ معتم، يعني ساعات ما بنشوفوش. طب يا مستر، طب هنا يا مستر مش حضرتك حاطط لي هنا قمر، هنا حته تحت وحته فوق؟ اه. الحته اللي تحت دي يا مستر ايه دي؟ انت ضلمتها اهي، ما هي تبع الظل. اللي قال لك لو عندما، بصوا هنا الحته دي يا اولاد، عندما، ركزوا معايا يا اولاد حبايبي، حبايب قلبي، عندما يقع جزء من القمر، جزء اهو، الجزء اللي انا ظللته تحت ده، انا مش عملت القمر كده يا اولاد اهو، مش القمر كان هنا ده وده، بس في جزء كده كان تحت وجزء فوق يا ولاد. طيب، قال لك عندما يقع جزء من القمر في منطقة، جزء بس، جزء، انا قلت جزء، بصوا كام خط تحت كلمة جزء، في منطقة ظل الأرض، ظل الأرض، بيحدث حاجة اسمها خسوف. خسوف إيه؟ جزئي. خسوف إيه؟ جزئي. خلي بالكم، لو وقع جزء من القمر في منطقة ظل الأرض، والجزء الآخر، يلا بينا البنات الشاطرة والولاد الشطار، والجزء الآخر، الجزء الآخر إيه؟ اللي هو بقيته ده بقيته، اللي هو اللي طلع فوق، في منطقة، يلا بينا، في منطقة نقط أكمل، في منطقة شبه ظل الأرض. طبعا يا أولاد الحالتين دولت بيحدث خسوف إيه؟ خسوف جزئي.
طب يا مستر لو القمر هنا بقى، شوف القمر ده بقى، بص بص يا ولاد اهو، ده اللي انا عامله بالاحمر ده، اللي انا ضللته بالقلم الازرق ده. طب يا مستر القمر ده بيقع في انهي منطقه؟ القمر ده يا ولاد، القمر اللي انا ده يقع في ده بيقع بالكامل، بصوا بالكامل يعني كله مش جزء منه، بالكامل في منطقه، بصوا في منطقه شبه ظل الارض هنا يا ولاد. ايوه، القمر هنا يا ولاد بنشوفه ايه؟ بنشوفه الاضاءه بتاعته يا ولاد بهتانه، يعني مش الاضاءه اللي انتوا عارفينها يا ولاد. وبنشوف القمر قرص احمر. قرص ايه يا ولاد؟ احمر. ده ملهوش علاقه خالص بالخسوف. اذا القمر لو وقع في المنطقه دي، مثل المنطقه دي بيقولوا عليها منطقه اللا خسوف. اللا ايه يا ولاد؟ اللا خسوف. لا خسوف القمر. اذا يا ولاد الخسوف طبعا ظاهره طبيعيه بتحدث يا اما مره او مرتين في السنه، يعني فاهمني، يا مره يا مرتين في السنه. وطبعا كلنا عارفين القمر بيبقى القمر والارض والشمس كلهم في خط ايه؟ واحد. بس مين اللي بيبقى في النص؟ اللي موجود في النص يا مستر الارض، بيقع هنا وهنا. والارض هنا بيحجب ايه؟ يا كل جزء، يا كل اشعه الشمس للوصول للقمر او جزء منها. عشان كده بقول لك ايه؟ يحجب يحجب الارض تحجب كليا او جزئيا من ضوء الشمس طبعا للوصول لسطح الايه؟ القمر. خلي بالكم من كلمه كليا او جزئيا. كليا يبقى خسوف كلي، جزئيا يعني خسوف جزئي. ركزوا معايا يا حبايبي. اذا كلنا عرفنا عندما تقع الارض بين الشمس والقمر يحدث ظاهره اسمها الخسوف، خسوف القمر. خسوف القمر، ودي بتحدث مره او مرتين. وانواع الخسوف: في خسوف كلي، وفي خسوف جزئي. معايا يا بنات؟ معايا يا اولاد؟ دي بالنسبه للخسوف. الله. اذا كده كل حاجه في الخسوف عرفنا. وطبعا كلنا عارفين ان القمر بيدور حول مين؟ حول الارض. طب منين لفين يا مستر؟ من الشرق للغرب. من الشرق للايه؟ من الشرق الى الغرب. معايا؟ طبعا كلنا عارفين ده القمر وده الارض وده الشمس. يعني لو ده الاب لو ده الاب معايا، يبقى ده الابن، ده الحفيد، يبقى هنا. او بصوا يا حبايبي، لو قلنا بقى الاب الكبير اللي هو الاب الكبير، لو قلنا هنا مثلا الجد، ركزوا معايا في الحته دي، اسمها اللي هي المجره، اللي هي درب التبانه، اللي تابعه للكوكب بتاعنا، كوكب الشمس، كوكب الارض. دي المجره، مجموعه نجوم، منهم نجم الشمس. بيديني ايه؟ بيديني طبعا نجم اللي هو تابع لينا، اللي هو الشمس. طب الشمس بيدي ايه يا مستر؟ او بيولد ايه؟ بيولد 8 اولاد، قصدك تقول يا مستر 8 كواكب، اللي منهم كوكب اسمه الارض. طب والارض يا مستر ما عندوش الا عيل واحد بس اسمه قمر. يبقى هنا ده اسمه قمر. ده معايا يا ولاد؟ ده قمر. اسف، قمر. وده اسمه الارض. وطبعا ده الشمس. بصوا هنا يا حبايبي، لما اقول لك ده الاب، بصوا هنا يا حبايبي، ده الجد. دي تشبيه. ده الجد وده الاب وده الابن وده الحفيد. طبعا كلكم عارفين ان ده هيدور حول ده. الاب بيدور حول ابوه، وهنا هيدور حول ابوه، وهنا هيدور حول ابوه. يعني قصدك ايه يا مستر؟ قصدي اقول لك ان الشمس هي اللي بتدور حول مركز المجره، والارض بتدور حول مين؟ الشمس. مش الشمس اللي بتدور حول الارض، ده اعتقاد غلط. معايا؟ يعني مستر قصدك تقول الشمس ما بتلفش حوالين الارض؟ غلط. ده الابن هو اللي بيمشي حوالين ابوه. معايا؟ هو اللي بيدور. معايا يا ولاد؟ بيدور كمان ايه؟ من الغرب للشرق. معايا يا ولاد؟ من الغرب للشرق. ده الارض بتدور حول الشمس من الغرب للشرق.
اما هنا ولاد القمر هو اللي بيلف مين؟ حوالين الارض. اقول لكم حاجه جميله، القمر والارض والشمس كلهم خاضعين للمركز المجره، ده ضرب التبانه، يعني كلهم اللي بيدوروا حول مين؟ المجره. طب لو قلنا هنا هنقول الارض دي بتدور حول مين؟ الشمس، وايضا بتدور حول مين؟ مركز المجره، ما قلت لكم ده. فاهمين قصدي انا ايه؟ طيب ده تشبيه بسيط بالنسبه للدوران. وفي ملحوظه كده بيقول لك ايه؟ بيقولوا لكم ان الشمس علشان تلف وتعمل دوره كامله حوالين مركز المجره بتستغرق 220 مليون سنه. طبعا مالكوش دعوه بالرقم دوت، الرقم دوت على سنه ثالثه اعدادي هنتعرض عليه وبعدين، بس مش علينا، بس دي الفتره الزمنيه اللي بيستغرقها الشمس حوالين مركز الايه؟ المجره، اللي هي 220 مليون سنه، ودي مش علينا في سنه اولى اعدادي. معايا؟ احنا عارفين ان الارض بتدور حوالين الشمس يا مستر، عشان تعمل دوره بتاعتها حوالين الشمس يا مستر بتقعد لها 365 وربع يوم. والقمر علشان يكمل لفته كده ولاد حوالين الارض طبعا بيعمل اليوم الارضي اللي هو ايه يا اولاد؟ اللي هو 24 ونص ايه؟ ساعه. خلاص. اسف، القمر علشان يلف حوالين الارض بيعمل الشهر اللي هو عليه الشهر القمري اللي هو 29 ونص يوم. ماشي يا اولاد؟ اي حد القلم بيغلط، اي حد بيبقى معرض اللي هو يغلط، بس الغلطه الكبيره اللي انت تبقى عارف الغلط فين وما تصححوش. طيب اذا كده يا اولاد عرفنا الخسوف وانواعه، وعرفنا هنا الجزئيه دي يا اولاد. بصوا هنا يا حبايبي، ماذا يحدث عند وقوع القمر بالكامل في منطقه ظل الارض؟ اهي يا اولاد، القمر لما بيقع في منطقه ظل الارض، ولا قال لك شيء؟ قال لك ظل الارض. اذا الاجابه يحدث خسوف. ها بقول لك القمر كله خسوف كلي للايه يا اولاد؟ للقمر، يحدث خسوف كلي للايه؟ للقمر. ماشي؟ ويسيبكم بقى ولا يظهر ويظهر وكانه قرص معتم او غير مضيء او مظلم، ما مثل خير الكلام ما قل ودل. امال انا بطول معاكم ليه؟ علشان انا بشرح براجع بقدر الم لك المنهج كله على قد ما اقدر، وانا عارف ان انتوا شطار وابطال هتقدروا تستوعبوا الكلام اللي انا بقوله. اذا هنا في سؤال جميل جدا بيقول لك استخرج الكلمه او العباره او ماشي الغير مناسبه، واكتب ما يربط بين باقي الكلمات. يعني ايه؟ يعني مثلا هيدي لك 3 4 كلمات زي ما اجي اقول لك ايه؟ مثلا دي بديك مثال بالنسبه لاستخراج الكلمه الشاذه. مثلا لما اجي اقول لك هنا مثلا محمد وجرجس ومحمود ومثلا وليكن احمد، لما اجي اقول لك استخرج الكلمه الشاذه، طبعا كلكم هتستخرجوا جرجس. ليه؟ علشان يا مستر محمد ومحمود واحمد دولت اللي بيربطهم، اللي دي اسماء لاشخاص مسلمه. نفس الحكايه لما اجي اقول لك جورج، معايا يا اولاد؟ جورج، واكتب لك مثلا جرجس، واكتب لك عبد الرحمن، واكتب لك مثلا ابانوب، واقول لك ايه اللي الكلمه الشاذه؟ طبعا دي عبد الرحمن دي شاذه. دي اسماء اللي بيربط ده وده وده. مش عايزك تشرح لي ده مسلم، لا انا عايزك تقول لي ايه اللي بيربط ما بينهم. دي اسماء لاشخاص، ماشي يا اولاد؟ مسيحيه. دي بالنسبه يا اولاد لكلمه استخرج الكلمه او العباره او الرمز او فاهمني الغير مناسبه، واربط اللي بيه يا اولاد اللي بيجمع الكلمات الباقيه. يعني مثلا هنا، بصوا هنا يا حبايبي، يعني هنا لو قلنا هنا السؤال هنا بيقول لي الإبرة المغناطيسية حدوة الحصان، حجر المغناطيس اللي بيقول عليه المغناطيس الطبيعي، حجر المغناطيس اللي بيقول عليه المغناطيس الطبيعي. طبعا ملناش دعوه بقى مستر المغناطيس الطبيعي دي اكتشفوه في مدينه او في منطقه اسمها مغنيسيا. لا انا مالي وفي منطقه بالقرب او موجوده في اليونان، انا مالي ومال السيره الذاتيه دي. المهم ده اسمه المغناطيس يا ولاد. حجر المغناطيس ده ليه اسم تاني اسمه المغناطيس الطبيعي.
وطبعا المغناطيس الطبيعي ده لما جم اولاد الكيميائيين يشوفوه او الفيزيائيين لقوا في عنصر الحديد بيخش في تكوينه. يعني ايه اللي داخل فيه يا اولاد من عناصر الفلزيه؟ عنصر الحديد. بس عنصر الحديد وهو يعني ماشي اثناء تكوينه. طيب الابره المغناطيسيه دي صناعيه قدرنا نصنعها. اذا ديت تعتبر ايه يا اولاد؟ مغناطيس صناعي. حدوه الحصان مغناطيس صناعي. القضيب المغناطيسي برضك دوت صناعي. وطبعا يا اولاد في عندك طبعا الحلقه الحلقه المغناطيسيه. طبعا ديت يا اولاد مغناطيس صناعي. اذا يا اولاد دي الكلمه الشاذه. اذا ديت يا اولاد اللي بيربط الكلام ده يا اولاد اللي ده يعتبر امثله للمغناطيس. بلاش بنكتب المغناطيسيات، لا المغناطيس الصناعي. معايا؟ اذا عندنا 4 حاجات للمغناطيس يا اولاد. المغناطيس يا مستر في مغناطيس طبيعي، اه ماشي، مغناطيس طبيعي، وفي مغناطيس ايه؟ صناعي. مغناطيس صناعي. طيب ركزوا معايا يا حبايبي. المغناطيس الطبيعي مفيش الا اللي مثال ليه اللي هو اسمه ايه يا اولاد؟ الحجر المغناطيسي. الحجر الايه؟ المغناطيسي. عشان كده قلنا عليه المغناطيس الطبيعي. طب والصناعي يا مستر؟ عندنا منهم 4 حاجات. عندنا حاجه على شكل حدوه او حذاء الفرس وعليها حدوه حصان. في عندنا حاجه على شكل الابره المغناطيسيه اللي بيعملوا منها الوصله. الابره المغناطيسيه الوصله اللي بنحدد فيها الاتجاهات الجغرافيه الاساسيه ال4. في عندنا مستر بيقول عليه قضيب. قضيب اللي هو اللي انا عملت لكم ده شكله شمالي وجنوبي، هو عباره عن طرفين. وطبعا يا مستر في الشكل الرابع اللي هو عليه الحلقه. اذا دي يا مستر اشكال المغناطيس الصناعي. السؤال اللي وراه سؤال جميل وما فيهوش ابدا اي شيء. بصوا يا حبايبي، بيقول لي فلور كلور نحاس بروم. صلوا على النبي. ده انا لما جيت قلت لك المشاهير، بصوا يا حبايبي، قلت لكم هنا ماشي يا اولاد، قلت لكم هنا في مجموعه الاقلاء، وهنا اللي وراها على طول دي يا اولاد الاقلاء. معايا؟ دي الاقلاء اللي هي المجموعه، دي الاقلاء اللي هي المجموعه 1A. واللي وراه اسمها الاقلاء الارضيه. الاقلاء الايه؟ الارضيه اللي هي المجموعه 2A. ابتداء من الدوره الرابعه اهي من اول هنا كده يا اولاد اهي في 10 خانات. بصوا يا حبايبي، بصوا يا حبايبي اهي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دي الانتقاليه. شفت الرسم الكاريكاتيري البسيط الجميل دوت. وناحيه ايدي اليمين في 6 يا مستر. بصوا يا اولاد اهو، بصوا ال6 يا اولاد اهي. بصوا يا حبايبي ال6 اهم. واحده اهي يا مستر، التانية اهي يا مستر، التالتة اهي، الرابعة، الخامسة، ماشي يا اولاد، السادسة اهي يا اولاد اهو يا حبايبي. ده ال6 مجموعات. وطبعا كلنا عارفين اهي يا اولاد الشكل بتاعها اهو يا مستر اهو. واهي يا اولاد ما عملتش حاجة. وطبعا اهي. طبعا هنا يا مستر دي اسمها العناصر الصفرية. ودي العناصر 7A. طبعا العناصر 7A دي يا مستر قلت لي اسمها ايوه ايوه جدع جدع، اسمها الهالوجينات. الهالوجينات. طب الهالوجينات دي يا مستر عباره عن ايه؟ يلا بينا كل الرسمه دي عشان اكتب له اعرفكم هي موجوده فين. وطبعا انه فئه بي. وطبعا الفئه دي اسمها الفئه دي. ودي اسمها الاثنين دولت ماليش دعوه بالهيدروجين برضك. طبعا الفئه اس. طبعا الفئه اف اللي هي اثر الجدول اللي بتاعت الانسينيدات والاكتينيدات ماليش دعوه بيها دلوقتي. هنا في فلور، هنا في كلور، هنا في ايوه بروم، وهنا في يود، وفي هنا استاتي مستر اهم حاجه ال4 اللي ربنا خلقهم لي في الطبيعه دول. ده اسمه يود بيبقى صلب، وده بيبقى سائل، وده بيبقى غاز، وده بيبقى غاز. العناصر دي كلها يا مستر عناصر هالوجينيه.
والمجموعة الايه السبعة، يعني اخر حاجة فيها كام؟ فيها سبعة، يعني اخر مستوى فيها سبعة. يعني تكافؤها ايه يا مستر؟ يبقى نوعها ايه الاول؟ نوعها لافلز. يعني ايه يا مستر لافلز؟ يعني اكتر من الاربعة، مش سبعة. ايه يعني اخر حاجة فيها سبعة والسبعة اكتر من الاربعة؟ اذا ايه يا ولاد؟ لافلز. طيب، اذا هي مجموعة الهالوجينات دي مستر عبارة عن فلور، عبارة عن فلور، كلور، بروم، يود، استاتين. ماليش دعوه بكلمه استاتين، بس برضك تعرفوه. طب يا مستر، دلوقتي في السؤال دوت يا مستر، معلش يا مستر ثانيه واحده. هنا حضرتك قلت لي هنا فلور ده هالوجيني، كلور هالوجيني، بروم هالوجيني، بينما النحاس يا مستر ده جسم مستر هالوجيني يعني لفز. هالوجيني يعني ايه يا اولاد؟ يعني لفلز، لفلز. بينما دوت يا اولاد فلز. ما تقوليش بقى صلب، لا ماليش دعوه بكلمه صلب ولا سائل ولا لا 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 لا، هو يا فلز يا لفلز. اذا الشاذ مين يا مستر؟ هو النحاس. يبقى ايه اللي بيجمع ما بين دولت يا دولت؟ دولت يا اولاد امثله لعناصر هالوجينيه. جينيه. تعالوا قارن بين البراميسيوم والبكتيريا من حيث وجه الشبه. يا ولاد البراميسيوم، ركزوا معايا يا حبايبي، بصوا يا حبايبي، بصوا ركزوا معايا يا ولاد. لما جينا نصنف الكائنات الحيه قلنا ايه؟ في كائنات حيه وحيده الخليه، وحيده الخليه، وفي كائنات حيه عديده الخلايا. وحيده الخليه يا ولاد يعني كائنات مجهريه، يعني علشان اشوفها لازم اجيب المجهر. يعني ايه الميجر؟ اللي هو الميكروسكوب، الميكروسكوب الضوئي او الالكتروني. يعني ما اقدرش اشوفها، ايوه ما اقدرش اشوفها الا تحت الميكروسكوب. زي البكتيريا ما اقدرش اشوفها الا تحت الميكروسكوب. زي الاميبا ما اقدرش اشوفها الا تحت الميكروسكوب. لازم اجيب مجهر يكشفها لي، يصغر لي، يكبر لي الصغير. زي اليوجلينا معايا يا اولاد، ما اقدرش اشوفها. زي الخميره وحيده الخليه ما اقدرش اشوفها معايا. زي البراميسيوم ما اقدرش اشوفه. طب يا مستر عديد الخلايا، في اولاد نبات، اي نبات، نبات راقي، ماشي راقي، يعني يا مستر بقدر اشوفه وبيقدر بيقوم بعمليات الحيويه اللي كلها. ده بقول عليه نبات. او يعني مثلا قلت لك الملوخيه يا سيدي نبات، البصل، اي حاجه بقدر اشوفه بقول عليها كائنات عديده الخلايا معايا. وطبعا الحيوانات، الاسد، الثعلب، البني ادم، مستر دي كائنات عديده الخلايا. طب يا مستر، هنا يا مستر بتقول لي البراميسيوم والبكتيريا. الله، مستر دي انت حاطين البراميسيوم والبكتيريا. بيقول لي ايه اوجه التشابه؟ ما لسه قايل هو اوجه التشابه اللي هم كائنات ايه؟ مجهريه. كائنات ايه؟ مجهريه. يعني بتتكون من كام خليه؟ بقول لك وحيده الخلايا يعني تتكون من كام خليه؟ بقول لك وحيده الخلايا تتكون من خليه واحده. خليه ايه؟ واحده، سواء ده او ده او ده او ده او ده. اذا ايه اوجه التشابه؟ اللي كلهم يا اولاد ايه؟ كائنات. وجه التشابه بين البراميسيوم ده اللي ده كائنات وحيدة الايه؟ الخلية. وده كائنات وحيدة الايه يا مستر؟ كائنات وحيدة الخلية. لو نسيتوا كلمة وحيدة الخلية اكتبوا مجارية وخلاص. طب ايه اوجه الاختلاف؟ جابوا عملوا اولاد سيستماتيك بوزيشن، عملوا تصنيف علشان يصنفوا الكائنات الحية من حيث النواة. لقوا ايه يا اولاد؟ لقوا فيه، ركزوا بقى معايا حته جميله دي. لقوا هنا يا اولاد في كائنات حيه آه لا تحتوي على نواه حقيقيه، بيقول عليها اوليات النواه. اوليات النواه. اذا هنا ما فيهاش ايه يا اولاد؟ ما فيهاش يا مستر نواه حقيقيه. ما فيهاش نواه حقيقيه. يعني ايه؟
كلنا عارفين ان نوايا يا ولاد بيبقى فيها غشاء نووي اهو. الخليه اهي مثلا اهي، دي خليه اهي اهي. وطبعا هنا في عضيات وفي سيتوبلازم وفي ريبوسومات وفي حاجات ياما قوي قوي، حاجات ياما موجوده جوه الخليه. طبعا كلنا عارفين ان اي نواه بيبقى فيها هنا حاجه بتحيطها. ماشي يا اولاد اهي، ده بيقول عليه غشاء نووي، غشاء نووي. طبعا في جوه مستر، في هنا حاجه جوه كده يا مستر، ايه دي ايه مستر دي اسمها ماده وراثيه، دي المسؤوله عن الانقسام، دي اسمها الماده الوراثيه. وطبعا يا مستر في نوايا وفي سائل نووي، مالناش دعوه بالكلام ده في سنه ثالثه اعدادي، بس اهم حاجه عارفين ان اي نواه بيبقى فيها ماده وراثيه، وفي حاجه بتحيط بالنواه، بتحيطها، بتفصلها عن السيتوبلازم. ولكن الاوليات النواه لما جابوا بصوا اولاد الخليه، بصوا بقى هنا يا اولاد، لقوا ان في هنا يا اولاد ايه، بصوا الحته اللي انا عاملها لكم دي الياما دي، بصوا ايه دي، ايه ده يا مستر دي اسمها ماده ايه يا اولاد؟ ماده وراثيه. ماده ايه؟ ماده وراثيه. الماده الوراثيه دي يا اولاد موجوده سايحه عايمه، بتلامس على طول مباشره مين يا اولاد؟ السيتوبلازم. عشان كده قلنا عليها ايه؟ ايوه قلنا عليها ايه؟ اوليات النواه. اذا اوليات النواه يا اولاد مستر لا يوجد بها غشاء ايوه برافو عليكم. لا يوجد ايه يا اولاد؟ غشاء نووي. اما بصوا يا اولاد، اما بالنسبه للكائنات النوع الثاني اللي هو بالنسبه للنواه اللي بيقول عليه حقيقيات النواه، حقيقيات النواه. حقيقيات النواه هنا بقى الكلام هنا يختلف. ايه هو؟ تلاقي الخليه اهي، انا بديكم رسم كاريكاتيري، تلاقي الخليه كده يا اولاد اهو، الله 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 اهو، والماده الوراثيه اللي انا عاملها من شويه اهي. اذا هنا فيها غشاء ايه يا اولاد؟ غشاء، ايوه، غشاء نووي، عشان نواه اسمها نووي، غشاء نووي. بيحيط مين؟ بيحيط الماده الوراثيه، بيحيط الماده الايه الوراثيه، وبيفصلها عن ايه يا مستر؟ بيفصلها عن السيتوبلازم. امال هنا ما لا يا مستر، الماده الوراثيه على طول عايمه معايا يا اولاد، عايمه على طول، عايمه في سيتوبلازم، مفيش حاجه بتفصلها عنها. ماشي. ده بالنسبه للولاد للاوليات والحقيقيات. طب بالنسبه للاوليات دي زي مين؟ بصوا بقى هنا مستر، طب ما ده اولي ماشي، او بقول عليه كائن مجهري، وده كائن مجهري، وده كائن مجهري، وده كائن مجهري، وده كائن مجهري. طب يا مستر وكلهم وحيدة الخلايا، بس ايه الفرق ما بين ده وده؟ ايه الاختلاف ما بينهم؟ ان البراميسيوم ده يا ولاد، ركزوا بقى معايا، يعتبر حقيقي النواه. يبقى البراميسيوم حقيقي الايه؟ النواه. بينما البكتيريا دي اولي الايه؟ اولي اولي النواه، اولي النواه. اذا دي كائنات اوليه اللي بيقول عليها الاوليات، ودي بيقول عليها كائنات حقيقيه، حقيقيه النواه اللي بيقول عليها حقيقيات. اذا هنا الاختلاف هنا في البراميسيوم اللي ده حقيقي الايه؟ حقيقي النواه. امال ده يا مستر اولي النواه. عايزين تكتبوا اوليات ماشي، عايزين تكتبوا حقيقيات ماشي. الله اكبر عليكم، الله اكبر عليكم ابطال. دي يقول عليها اوليات. تعالوا بالنسبه يا اولاد للسؤال الثاني، بيقول لي ايه الفرق ما بين القشره الارضيه ما بين كوكب الارض وكوكب نبتون من خلال القشره. وطبعا عايز وجه مقارنه تاني من خلال، او وجه المقارنه من خلال النشاط البركاني. طبعا عايز اقول لكم حاجه جميله جدا. طبعا كلنا عارفين ان مجموعه الافراد المجموعه الشمسيه عباره عن ايه؟ الشمس اهو يا اولاد، وثمان كواكب بيدوروا حوله، ثمان كواكب بيدوروا حوله. وهقول لكم ليه انا عملت لونين مختلفين. قال لك علشان هنا يا اولاد دول تقول عليها مجموعه الكواكب القريبه من الشمس الداخليه. يبقى دي مجموعه، بكتبها انا بالرموز، مجموعه الكواكب الداخليه اللي هي اللي اقرب من الشمس. امال دولت تقول عليها مجموعه الكواكب الخارجيه اللي هي الابعد عن الشمس، اللي هم يا اولاد خلي بالكم من اساميهم: عطارد، الزهره، الارض،
المريخ دولت المشتري وزحل واورانوس ونبتون. ما حدش يقول لي ليبتون ده شاي احنا بنشربوه. ماشي، دولت هم دولت عددهم 4. ودولت عددهم 4 برضه. طيب طبعا سيبكم بقى من حزام الكويس، الحاجات اللي هي احنا خلينا في المنهج بتاعنا. اذا هنا اولاد عطارد والزهره والارض والمريخ كل دولت اولاد لهم قشره، بدليل احنا واقفين يا اولاد ايه؟ واقفين على الارض، يعني في كوكب، يعني في قشره صخريه. امال هنا ليه يا مستر ما فيهمش الا غازات؟ يعني دولت فيهم قشره غازيه ما نقدرش نقف على سطحها، دي عباره عن غازات. ماشي يا اولاد، عباره عن غازات. اذا هنا لو انا بصيت هتلاقي يا اولاد، بصوا ركزوا بقى معايا في الحته دي قوي. بالنسبه للقشره الارضيه بتاع الارض يا اولاد، القشره اللي انا بقارن ما بين القشره الارضيه، طبعا هنا يا اولاد دي قشره. ده قشره، ده عم عطا، ده عم عطا عطارد، ده عم عطا. انا بختصره بعم عطا، الراجل الطيب ده الرقيق. قشرته رقيقه. قشرته ايه؟ رقيقه. بعديه على طول ليه قشره ارضيه، ليه قشره ما نقولش ارضيه عشان ده مش كوكب على الارض، ده اسمها قشره عطارديه. دي قشره ظهريه، قشره ارضيه، قشره مريخيه. المهم بيقولوا عليه قشره. ده ليه قشره، ده ليه قشره، وده ليه قشره، وده ليه قشره. بس ده اولاد الزهره ليها قشره. آه لو انا عملت مقارنه ما بينها ودي هتلاقي ليها قشره، بس القشره بتاعت دي اكبر سمكا. يعني لو دي القشره بتاعتها رقيقه كده، هتلاقي التانيه اتخن منها شويه. اكثر سمكا يعني اتخن شويه. هتلاقي الارض اتخن شويه ايه. لا لا، يعني قصدك تقول يا مستر بصوا كلنا ايوه كده فهمتوا السهم ده يعني ايه؟ يعني ده ليه قشره، ده ليه قشره بس اكبر من ده، وده ليه قشره اكبر من ده، وده ليه قشره اكبر من ده. اذا ده ايه يا اولاد؟ ليه قشره. ليه قشره ايه يا اولاد؟ قشره اه قشره صلبه. قشره صلبه يا اولاد. ماشي، وسميكه كمان يا مستر. يلا بينا عايزين نقول حته كده بس مش هنكتبها. الارض القشرة بتاعته أكبر سمكا من مين؟ أيوه كده، من الزهرة. وأقل سمكا من مين؟ من المريخ. وده سؤال بيجي لكم صح أو غلط. إذا كلكم عرفتوا عشان ده ترتيبه الإيه؟ التالت. والمعلم نبتون ده ترتيبه الإيه؟ التامن من حيث البعد عن الشمس. تعالي هنا، كوكب نبتون اللي هم نبتون ده كلهم يا مستر ما لهمش قشرة. ليه؟ علشان ما فيهاش ما عندهمش صخور. امال يا مستر القشره بتاعتهم؟ قال لك لا، خلي بالكم هنا يا اولاد، ديت ما لهمش، دولت يا اولاد ما فيش قشره. اذا يا اولاد كوكب نبتون يا مستر ليس له قشره. ليس له ايه؟ قشره، بس ليه غلاف. وده ليه غلاف، وهقول لكم عليها بس نخلص النشاط البركاني. انا اي حاجه جميله قوي للولاد بقول لهم ايه يا اولاد؟ نكته كده او مقطع اغنيه بقول لهم ايه؟ بقول لهم الزهره والاراضين مليانه بالبراكين. مره تانية، دي اغنيه عارفه يعني قصدك كده مستر؟ بص، البنت الشاطره والولد الشاطر، الزهره في نشط بركاني يعني. والارض برضك يا مستر في مستر نشط بركاني يعني في هنا في براكين. في كوكب الارض في ده كل ده خلي بالكم. ده رقم 2 ده، ورقم 3 ده معايا يا اولاد فيهم براكين. طب يا مستر بنت بتقولي طب يا مستر عطارد ما فيهوش. طب والمريخ ما فيهوش، في اثار بس ما فيهاش دلوقتي. طب ده وده 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 ما فيهمش اساسا براكين. اذا قصدك تقول النشاط البركاني مستر كوكب الارض ايوه يوجد به انشطه بركانيه، يعني في براكين. امال هنا الاربعه والاولاني والاخراني ما فيهمش. اذا هنا اولاد اللي احنا بنتكلم على نبتون اللي هو ده لا يوجد به انشطه
بركانية. كده أولاد اللهم صل على النبي، أكون لحد وقتنا هذا أكون خلصت معاكم أول مراجعة من مراجعة مادة العلوم ترم أول لسنة أولى إعدادي، لبناتي ولأبنائي حبايبي وحبايب قلبي. انتظروني إن شاء الله من غير مقاطعة في المراجعة التانية، وطبعا للحديث بقية، ومع تحياتي.